مساء الخير. الو. مساء الخير على الجميع، مرحبا. شلون الصحة؟ عليكم. مساء الخير. أخباركم؟ الو. كيف عليكم صحتك؟ السلام، اهلا دكتور. الله مشتاقيكم، أهلا وسهلا. الو. أهلا أبو محمد، منور. شنو انقطع؟ لا، موجودين هسه موجودين. بما اني الهوست. بس مرحبا دكتور سعد. مرحبا مرحبا، شلون الصحة؟ ادخل كيف شلون أهلا، صحتك؟ ادخل انت السلام بس. عليكم. ادخل علق. مرحبا. مرحبا يسلمك. بالشباب. هلا هلا أبو ما شاء سيف. الله، كلها شباب. يسد اللينك وادخل من جديد. تمام. شنو الجماعة ما جايين بعد؟ لا، جايين جايين. دكتور غازي وين؟ دكتور غازي هسه يدخل. هو كنا موجودين كلهم مربوطين، بس على غفله انقطع إيه الكونكشن انقطع شو ورجع. هسه رديت لا، لك. مو دخلت انا، هو الهوستنج، فلذلك لازم تدخلون من جديد اللي ما دخل. اي ماكو. احسن. ايه. اي اي حلو. اهلا وسهلا بكم، أهلا اهلا دكتور وسهلا سعد، بالجميع. هل دخلت أني مرحبا عليكم مرحبا أوكي؟ ست باهرة، شلونك؟ هلا هلا مشتاقين. ست الله باهر. يخليك، هلا وعين، هلا شلون أبويا، شلونك الصحة؟ دكتور؟ مرحبا مرحبا. الله يخليك، هلا الدكتور وسهلا. عذابة السلام. مساء الخير الدكتور أهلا دكتور، حميد. مساء الخير دكتورة السلام. باهرة، مساء الخير هلا دكتور سعد. وحبيبي، هلا مساء الخير وحياتي، جميعا. هلا ودكتور فاروق، شلونك؟ هلا وهلا وعين ام طارق العزيزة. حبيب. هلا. اليوم خوش وقت مقعدين، بس ماني زين الحمد لله. يقول لك اي سد. سد. اسمعني. اغلق اللينك وافتح من جديد، بس سوي دبل كليك على اللينك. انت من تليفون لو من الحاسبة؟ ايه. ما فتح. دقيقة. ملا اشوفك وين انت. ايه، فتح ايه. فاتح كاميرا لو لا؟ تمام. تمام تمام. بس سوي عليها كليك، صوتك ده اسمعه، بس سوي لك كليك على الكاميرا، الكاميرا عليها خط أحمر. سوي عليها كليك وهي تنفتح. اي خلص فتح يعني. عين الكاميرا مالتك بالزوم عليها خط أحمر، بس شوف عليها خط أحمر لو لا. اي بس دوس على الخط الأحمر يجوز الماوس مالتك ما يشتغل مضبوط. اي اعرف. تمام. شلون تحكي بالتليفون من جماعة شنو يسمعون؟ ادخل يعني اغلق هذا اللينك مالتك، اغلق شو اسمه، وافتح من الموبايل. يارا موبايلك وين يارا؟ يارا هذا بقى نامي بنرم. يقول بعد مرة كون سيدي كورا ها زوم يا كله تو. يرحم والديك، يحفظ لك ابو شمس والاولاد ان شاء الله.
Hello. شو صار؟ دخلت. في دكتور غازي متى يقدر يدخل؟ ما أعرف شنو. أقول لك من نبدأ اللي يفتحون، يعني اللي بدون يحجون يطلع صوت، حاول تسوي ميوت. السلام عليكم. الكل عندهم صلاحيات. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور بزر. أحاول شو أسوي بعدين. لا ها وين؟ افتح هاي دكتور، هاي خلص فتح. تمام. أوكي تمام. الميكروفون. يلا فتح دكتور. على كل السلام عليكم جميعا. وعليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله. احنا حتى الحقيقه بعد دقيقتين حتى نبدا. اللي بس ارجوه دقيقة نبدا نتغلق جميعا. هو من يمك سوي ميوت كلها. دكتور، قبل ما تبدأ دكتور، قبل ما تبدأ في دقيقة بس أشوف دكتور ضياء. دكتور فيه أشوف دكتور ضياء. موجود دكتور ضياء موجود. أهلا قدامك أهلا دكتور. والحديث كله سمعتك، كل الحديث مالتك وهذه كلها حدثت. يا هلا. غير ندخل الكل، واحد يطلع واحد ما يقدر يدخل. أهلا الله دكتور. يكون بعونك، الله يكون بعونك. سفرة سعيدة. وصولك يسلمك. نور العراق. ربي يحفظك ويسلمك. بس دخلت وانقطعت الكهرباء، ما اعرف ليش. والله أنت منور. يا اهلا وسهلا، ربي يحفظكم. أهلا راح دكتور. يكون راح تدخل وياي وحده من الفريق مالتي من انجلترا، دكتور السلاف. راح نعم تدخل وياي. نعم زين. نعم. وراح ندخل ويانا الروبوت مالتنا. يعني راح نصير 3 اشخاص بالتيم. الروبوت مالتنا روبوت واحدة لو وياكم. راح نشوفكم وياه. الروبوت مالتنا. ربي يحفظكم. أهلا دكتور. يسلمك دكتور. الله يسلمك. دكتور غازي. نعم. ايش قد صار العدد دكتور مزهر؟ دكتور غازي، العدد صار 43. لا ضرر. بعد دقيقة عندنا دقيقة، احنا قلنا ب8، بعد دقيقة واحدة موعد مال الإنجليز. ها دقيقة لا بعد 16 ثانية. رجاء بس الجميع، بس من تبدي الورشة أو البانل، يعني حاول تعمل ميوت المايك مالتكم. اعتقد دكتور غازي تقدر تبدي هسه ب8 خلص. السلام عليكم جميعا واهلا وسهلا بكم. لقاءنا اليوم الحقيقه يجمع اكثر من جهه. اولا اتحاد العصايين العرب اللي انتم جميعا تعرفون، هو اتحاد تابع للجامعه العربيه للمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه. وايضا الجامعه اللي نتعاون معها دائما جامعه التنميه البشريه في سليمانيه، اللي الحقيقه اقمنا اكثر من نشاط معهم في قطاعات مختلفه. واليوم عندنا المنتدى العراقي للنخب والكفاءات. الحقيقه هذا المنتدى يعني اللي تاسس قبل سنوات ويضم بحدود 1400 الى 1450 من الاساتذه ومن المختصين واساتذه الجامعات. والحقيقه المنتدى له دور كبير في تنميه دكتور الصوت شوية. التخصص بده يدخل في جميع القطاعات.
قطاعات الإحصائية وقطاعات العلمية وقطاعات الصحية والاجتماعية والمؤسسات. وأهداف الذكاء الاصطناعي الحقيقة بمختلف المجالات أصبح. لهذا اليوم احنا اختارينا هذه المحاضرة أن تكون ذات أهمية، وخاصة معنا مختصين بهذا القطاع اللي هو الأستاذ الدكتور ضياء والدكتور مزهر وآخرين. أخوان سجود سماع رجاء من يعني نستطيع أن نحدد أهداف الاصطناعي، ونتساءل هل يسير العالم التكنولوجي عن طريق أهداف الذكاء. العفو، الصوت مو واضح بصدى. مشكلة الإخوان بالسليمانية فاتحين السماعات. رجاء يعني حتى ما نضطر نلغي الكل، يعني حاولوا تعملون ميوت للموبايل. أنا دا ألغي واحد واحد بس يعني ما يصير هيك. شوية ساعدونا. طيب، إذا نرجع على موضوعنا. تنوع الأهداف حتى تشمل القدرة على معالجة وحل الإشكالات بالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى روح إبداع، وهذا روح الإبداع يحتاج إلى تخطيط، ويحتاج إلى هندسة معرفة، ويحتاج إلى ذكاء اجتماعي. طبعا هذا يعطينا آمال كثيرة وكبيرة حول مستقبل مشرق للذكاء الاصطناحي، وخاصة في قطاعات العمل، الوقت، الفساد إلى آخره. إذا كيف نحقق هذه الأهداف؟ راح نسمعها من الإخوان بعد أن نفتهم أو أن يوضحوا لنا. هناك بعض الأسئلة العديدة اللي يمكن أن تطرح بالوقت الحالي. موضوع مثلا صاحب فكرة الذكاء الاصطناعي للناس اللي راح يجتمعون لأول مرة حول الذكاء الاصطناعي. أيضا الهدف الأساسي من اختراع الذكاء الاصطناعي، والهدف الآخر اللي هو دوره في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية. قبل أن نعطي المجال إلى الإخوان المتحدثين اللي هو الدكتور مزهر والعزيز الأخ الدكتور ضياء، فأتمنى أعطيكم نبذة مختصرة عن رئيس دكتور غازي فد نقطة رجاء. أنت فاتح جهازين، حاول تلغي واحد منهم. هذا الصدى. الغي الحاسبة وابقى على الموبايل. أعتقد أغلق الحاسبة. اغلق الحاسبة وابقى على الموبايل. هاي التكنولوجيا هيك تقول. التكنولوجيا تعبتنا. على كل قبل ما هسه الصوت أفضل، الصوت هسه أفضل. قبل ما أعطي الكلام للدكتور مزهر والدكتور ضياء، تسمحوا لي أن أقدم لكم الأخ البروفيسور الدكتور سعد محمد عثمان الجيبتشي، اللي هو تم انتخابه أمين عام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات بالعام الماضي. طبعا الدكتور سعد حاصل على شهادة دكتوراه في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية من جامعة كليرمونت في فرنسا. عمل عميد لكليات الإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة والجامعة المستنصرية، وأيضا عميد لكلية الاقتصاد والحقوق في تونس. أصبح رئيس كلية البريمي في سلطنة عمان، وأيضا أسس الدكتور سعد العديد من الكليات والجامعات في مختلف البلدان. نشر الدكتور سعد أكثر من 80 بحث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. أيضا ألف عدد من الكتب المنهجية في مجال الاقتصاد، وعضو في العديد من الجمعيات والمنظمات الأكاديمية، وعمل لفترة ليست قصيرة بالعمل الدبلوماسي. درس طلاب الخدمة الخارجية. عمل مستشار أيضا في تخصصه لدى حكومة الإمارات وقطر. عمل أستاذا في جامعة الشارقة
واستاذن ايضا في الدراسات العليا في الفجيره، واشرف على عدد كبير من طلبه الماجستير. راح اعطي المجال الى الدكتور سعد يعطينا نبذه مختصره عن أو عن رايه وعن ما يريد يطرحه، وبعدين انتقل الى الاخوان الدكتور مزهر والدكتور ضياء. تفضل دكتور سعد. دكتور سعد، دكتور سعد. نعم دكتور مزهر. دكتور سعد، دكتور سعد موجود. لحظة بس، لحظة اعطيني تفضل دكتور سعد. اي الصور اوكي، الصوت يوصل؟ اي يصل يصل. لي شرف كبير ان اكون مع هذه القامات العلمية الكبيرة، واشكر الدكتور غازي بشكل صديقي وحبيبي وزميلي في الدراسة على هذه الفرصة. حقيقة ما عندي الكثير، فقط أنه أود أقول أنه المنتدى العراقي للنخب والكفاءات هو عبارة عن حاضنة يضم مثل ما قال الدكتور غازي 1400 شخصية، منهم 900 حملت البي اتش دي أي الدكتوراه، وحوالي 323 ماجستير، والبقية يعني كلها كلهم ناس خبرة متراكمة لو نعدها بالسنين تطلع قرون. قسم منهم الظروف خلتهم يطلعون قبل الاحتلال بعد الاحتلال، ولكن ظل قلبهم وجسدهم في خارج العراق، قلبهم وعقلهم مع العراق. ولذلك هذه الحاضنة يعني أغلب أعضائها من الأكاديميين والخبرات العلمية مستعدة دائما لتقديم أي خدمة للعراق حتى يكون العراق يعني الوجه المشرق كما اعتدنا عليه. المنتدى ب 12 لجنة متخصصة، اقتصادية، قانونية، طاقة، هندسية، الصحة، الرياضة، يعني كل تفاصيل العمل الأكاديمي والخبرات متوفرة. تعقد ندوات كل أسبوعين تتناول موضوع، هذه المواضيع أغلبها يخص العراق، وتقدم مقترحات. وكذلك هناك مجلة تصدر محكمة وموقع ينشر ما يحبه، وعندنا جمهور كثير قد يصل إلى 100,000 شخص يتابعون هذا الموقع. هذه المؤسسة مؤسسة مستقلة فوق السياسات والميول، ليس لها أي علاقة بأي لا سواء مؤسسة ولا شخصية سياسية. تمارس عملها بشكل مستقل، وهي مجازة في أمريكا وفي بريطانيا وفي تركيا، وتحاول الآن أن تحصل على اعتماد في العراق، وإن شاء الله هناك محاولات. هذه الخلاصة. إن شاء الله بعدين أنا قصة الذكاء الصناعي والتحول الإلكتروني كان لي الشرف أن أكون مستشار في دولتين في مجلس الوزراء، وشهدت عمليات التحول بالتفصيل من الإجراءات التقليدية إلى الإلكترونية إلى الموبايل والذكاء الصناعي. فإن شاء الله بالتعقيبات راح أحكي هذه التجربة. والعراق جدير جدا أن يعني أشكر الإخوان خاصة الدكتور مزهر والدكتور ضياء أن يبذلون جهد لتحويل العراق إلى منظومة الذكاء الصناعي لأسباب كثيرة هم يعرفوها ونحن نعرفها. وأتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لهذه الفرصة، والله يبارك فيكم، ونلتقي على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور سعد. قبل ما انتقل الى الدكتور مزهر، يعني اتمنى على الدكتور مزهر والدكتور ضياء يوضحوا لنا بعض الامور حول الهدف الاساسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وايضا بشكل خاص دور الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات الرسميه او الشبه الرسميه، لانه احنا الان نعاني في العراق من العمل الوظيفي، من تلكؤ كبير في العمل الوظيفي، وايضا تلكؤ كبير في استخدام الوقت، وتلكؤ كبير في الفساد. فاتمنى انه يوضحوا لنا ايضا دور الذكاء الاصطناعي في تقليم هذه الاشياء السلبيه، وايضا نعرف ان الذكاء الاصطناعي يحتوي على ايجابيات وايضا بنفس الوقت له سلبيات. فقبل ما انتقل الى الدكتور مزهر، لاترك الميكروفون مع الدكتور مزهر لتوضيح
ما عنده ويدلونا بدلوه فيما يتعلق بالذكاء الصناعي. تفضل دكتور مزهر. شكرا وبعد جزيلا. شكرا الدكتور رياض. جزيلا دكتور غازي. شكرا جزيلا دكتور سعد. إذا يسمح لي دكتور ضياء الجميلي، يعني راح أبدي يعني بحدود ربع ساعة أو 20 دقيقة، لأن هو عنده ضيوف آخرين راح يدخلون معنا، لذلك أحاول أكمل بسرعة قدر الإمكان. توكل على الله. شكرا جزيلا. طبعا راح نبدأ شغلات عامة. شنو الديجيتال، شنو ديجيتايزيشن، الديجيتال سوسايتي، البرين، فرق بين دماغ الإنسان والحاسبة، ونبدي بالاي اي يعني بشكل مختصر. أساسيات. طبعا الكهرباء انطفت عندنا بالمناسبة. دكتور مزهر، الله ارجوك دكتور مزهر، نعم. اكد اكو تداخل، فاتحين المايك واصوات يعني والله مو مشكلة واضحه. هاي دكتور المايك. سالم، العفو دكتور سالم فاتح الميكروفون. حضرتك هم يعني دائما المايك مفتوح. على كل رجاء الكل اللي عنده مايك بدون محادثات جانبية، حتى نحاول نسمع الأسئلة والمحاضرات بشكل عام. شكرا جزيلا. أنا راح أكمل. النقطة الأساسية، يعني هسه الآن المجتمع كله ديجيتال. كل شيء هو تحول إلى شكل رقمي. يعني أي معلومات تدخل الحاسبة هي لازم تكون زيرو ون، يعني صفر وواحد، هي تكون على شكل رقمي. طبعا نعرف أنه البيانات الأساسية أو الرو ماتيريالز بشكل عام هي نسميها الداتا. من نحولها إلى انفورميشن تمر بعمليات معينة، يعني نفتهم هذه المعلومات حتى تتحول إلى معلومات. هذه الداتا، العفو، تتحول إلى معلومات. بعدين فهم أكثر نقدر نوصل إلى النولج، إلى المعرفة. بعدين فهم أكثر راح نوصل إلى الويزدم أو الحكمة. طبعا أكو آية بالقرآن الكريم: يؤتى الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي أعلى درجات الفهم. بالنسبة إلى الموضوع الديجيتايزيشن، يعني نحول البيانات أو الداتا أو أيا كان إلى بيانات رقمية. عملية التحويل هي الديجيتاليزيشن. هسه عندنا المجتمع أو الديجيتال سوسايتي أو المجتمع الرقمي، هي نتيجة التحويل الرقمي على المستوى المجتمعي، حيث تعمل التكنولوجيا على إعادة تشكيل السلوك البشري، إعادة تشكيل الاقتصاديات، الوصولا إلى الحوكمة أو الحوكمة الذكية. اكو نقطة مهمة. عندنا البرين او خلينا نقول دماغ الانسان والحاسبة. اذا نجي نفرق بيناتها، هي متشابهة بأمور ومختلفة بأمور. يعني إذا نجي الحاسبة بها أجهزة إدخال وإخراج، بها بروسيسور معالج، وبها مكان خزن. كذلك الدماغ يستلم المعلومات عن طريق السنسرز الموجودة، المتحسسات، سواء العين أو الأذن أو السمع، يعني يعالج هذه البيانات. بس المعالجات تكون هنا عبر الشبكات العصبية، ثم يخرج هذه عن طريق أوامر، عن طريق أمور كثيرة. هذه موجودة كتابة. على كل، من نجي إلى موضوع الانتليجنس أو الذكاء، يعني معناته هو نقول ability to understand، ويطبق النولج أو المعرفة. بعدين يقدر يتخذ قرارات على ضوء البيانات أو المعلومات اللي عنده. طبعا أكو نقطة كلش مهمة راح نجي عليها، هي الاي اي او الذكاء الاصطناعي. منو بي هو، منو اللي بدأ؟ هو جون ماكارثي بال 65. يعني ال 65 يجوز قسم من حضراتكم ولاداتهم العفو 56، ولاداتكم هي 56. هو بدأ
بموضوع الذكاء بمؤتمر صار، وبدأ تعريف الذكاء ومفاهيم. بس هو أساسا إذا نجي، هو أساسه هو رياضيات، هو ماثماتيك، عنده بي اس سي بالماثماتكس بال 48، وعنده بي اتش دي بالماثماتيك بال 51. وهو اشتغل كذلك بام اي تي، ميشيسوتا انستيتيوت اوف تكنولوجي وستانفورد. بس بعدين بدأ يطور الليس، بدأ يطور لغات برمجة وبدأ يشتغل. طبعا إذا نرجع إلى لغات البرمجة، لغات البرمجة الأساسية الأولية اللي هي الأنسي سي والسي والسي بلس بلس، هي أساسا تعلم الإنسان. بس اللغات الحديثة هي تروح باتجاه الفانكشن، أشياء جاهزة عندنا، ياخذ الفانكشن أو ياخذ الدالة ويطبقها مباشرة. هذه نوعا ما تبدي نقدر نقول تحدد دماغ الإنسان. طبعا الارتفيشال انتليجنت ان جنرال، يعني المفهوم هو ابيليتي، عندنا سوفت وير بشكل عام حتى ننفذ مهام او تاسكس معينه، نقترب بها الى ذكاء الانسان قدر الامكان. يعني learning problem solving، هاي to develop a system that can think as a human or like a human in general. طبعا اذا نجي للانفراستراكشر للاي اي، بهاردوير، سوفت وير، داتا، نتوركينج، سكيورتي. بس اذا نجي للبرامج اللي موجوده مثل شات جي بي تي او ديب سيك الصيني، او نشوفها هي عباره عن ماشين انجن ننطيها، او سيرش انجن ننطيها اوامر معينه، تبدي على الداتا اللي عندها، تجمع لنا هذه وبشكل ذكي، خلينا نقول تنطينا قرار معين. بس احنا عندنا نقطة كلش مهمة، هي الحاسبة، وعندنا انترنت. يعني بدون انترنت ما، او بدون نتورك ما عندنا اي اي، بدون السوفت وير ما عندنا اي اي، بدون الهاردوير. اذا تتذكرون قبل اسبوعين بالبرتغال وباسبانيا وقسم من الدول الاوروبية انقطعت الكهرباء، على اساس قالوا سايبر اتاك. من انقطعت الكهرباء راحت الانترنت، بعد وقت قليل التليفون العادي راح، الباص المترو بعد ما يشتغل، الباص بعد ما يشتغل، لان هي كلها الكتروني، كلها عباره عن بطاقات، كلها وقفت، كل الدوله وقفت، كل الناس هم صاروا بالشارع ما يدرون شنو المشكله. هاي طبعا الجوانب السلبيه والايجابيه للذكاء. طبعا عندنا ثلاث انواع من الاي اي. هو النوع البسيط، النوع البسيط اللي هو ويك اي اي، نحاول اللي هو موجود حاليا، نحاول نقترب الى ذكاء الانسان قدر الامكان. بدا بالخمسينات خلينا نقول الى حد معين. بعدين الارتفيشال جنرال اي اي او السترونج اي اي، هذه يعني حسب الكلام على اساس خلينا نقول 2050 او 2060 يوصلون الى ما ممكن أن نطلق عليه إلى ذكاء الإنسان، يعني يكون مساوي الاي اي إلى ذكاء الإنسان. وطبعا السوبر اي اي هذا خلينا نقول ما بعد ال 2060، اللي هو اكسيد ذا هيومن بينج، يعني خلينا نقول يجتاز ذكاء الإنسان. طبعا هذه في مشاكل أخرى، مشاكل كثيرة. إذا نرجع لهذه المشاكل، من أبسط مشكلة نجي للأسلحة المتطورة، الأسلحة الذرية. لو ان هاي برامج الذكاء اللي موجوده تقدر تقول لنا او تنطينا الكود، اي واحد ممكن ان يدخل على هذه المناطق الحساسه ويعمل ما بداله. هذه طبعا مشكله كبيره. طبعا الاي اي الى محاسن والى مساوئ. من المحاسن الموجوده هي طبعا دقه، بانخفاض التكلفه، بزياده بالتخصيص بالخدمات، تحسين عمليه اتخاذ القرار، القدره على انشاء محتوى. هذه كلها من البنفيتس مالته. من التشالنجز او المشاكل خلينا نقول ممكن فقدان الوظائف، بس هو كذلك راح يوجد وظائف جديدة. يعني حسب الإحصائية أنه بحدود 90 مليون وظيفة لحد 2030 ممكن أن توجد باتجاه الذكاء.
ممكن تمييز بالنتائج، ممكن مخاوف بالأمن السيبراني اللي حصل قبل أسبوعين بالبرتغال وإسبانيا. اكو قسم من الامور يقول لك افتقار الى الشفافيه نوعا ما، وامكانيه انشاء امور او معلومات مضلله قدر الامكان. طبعا الابلكيشن كثيره، الجيمنج، شات بوت، فاينانس، ترانسبورت، ميليتري، بالماركت، بالداتا سيكيورتي، بالروبوت، بالهيلث كير، اجريكلتشر، يعني بالسوشيال ميديا كلها ممكن تكون تطبيقات للذكاء. عندنا هذا الهرم او الهرم التعليمي، خلينا نقول، اللي ممكن ان يبنى عليه المعرفة. يعني بداية المعرفة أنت هو تتعلم، بعدين تبدي understanding بالفهم، وتطبق وتحلل الأمور اللي عندك، وتركب بعد أن تجزئ طبعا وتفتهم الموضوع بشكل أفضل، تبدي تركب، تبدي بعدين التقويم النهائي. طبعا أنا الهدف الأساسي أنه لو نجي نريد نطبق الذكاء بأي انستتيوشن، بأي مؤسسة، بأي عمل، لو نجي ناخذه كمشروع، الذكاء ممكن أن نصممه عبارة عن، أو أي بروجكت ممكن نصممه عبارة عن مشروع يمشي بخطوات. الخطوة الأولى نعرف كل ما موجود، الانيشيشن. بعدين نبدي نضع الخطط، السكوب، الريسك اللي ممكن أن يحدث، كل الخطط اللي عندنا بشكل كامل ومفهومية أفضل. بعدين نبدي التنفيذ مالتنا، ونسيطر على كل ما موجود من تاسك موجودة. بعدين المونيتورينج والكنترول مهم جدا، وبالنهاية اندنج للمشروع مالتنا. طبعا اكو نقطة كلش مهمة، هي الاستراتيجيات اللي ممكن ان نسوي ادبشن او ادابتيشن للاي اي بالانستتيوشن. اول نقطة هي الاستراتيجية والرؤية الوطنية، اللي هي نحدد بها الاهداف، اللي نريد نشتغلها كمشروع. بعدين نحسن البنية التحتية الرقمية اللي موجودة، اللي هي ديجيتال انفراستراكشر بشكل كامل، اللي نركز به على بناء مراكز للحوسبة، مراكز للبيانات، مراكز للمعلومات وما إلى ذلك. بعدين التشريعات والأطر الأخلاقية اللي هي الإثيكال فريم ورك مهمة جدا، حتى نفهم المقابل كل ما موجود. ثم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وداخل وخارج البلد. يعني اكو شركات، اكو امور كثيره هي عندها باع طويل بهذا الموضوع. بعدين البحث والتطوير كذلك مهم جدا، في استثمار مختبرات لابحاث الذكاء موجوده عالميا، موجوده حتى بقسم من الدول العربيه. والعلاقة القوية مع الجامعات، لأن الجامعة هي الأساس. بناء خلينا نقول أقسام للذكاء، أقسام للداتا ساينس. لحد الآن بالعراق أعتقد 3 أو 4 أقسام فقط. مع العلم أول قسم بدينا بالجامعة التكنولوجية للأي آي 2001، بالضبط 2001. أنا كنت بوقتها عميد الكلية، بنينا قسم للأي آي واستمر. يعني مع ذلك السيلبس كان على قد حاله مثل ما نقول، بس هسه الأمور تطورت بشكل كبير جدا. بعدين بناء الكفاءات المحلية، اللي هي السكيلز مالتنا، مهم جدا انه تطور المجتمع مالتك بشكل كامل، تطور الموظفين، تطور العاملين عندك، تعلمهم يعني الامور الاساسيه. هذا طبعا اللي يرجع للمدارس. الصين بدأت تعليم الذكاء بالمدارس الابتدائيه، تطبيق مشاريع تجريبيه، اللي هي تاخذ خلينا نقول دائرة معينة، تاخذ وزارة معينة وتبدي تطبق عليها. مو تبدي بشكل عام، لا، تطبق مكان معين وتشوف شنو المشاكل، شنو الأمور اللي ممكن أن تتبناها. إنشاء هيئات رقابية متخصصة على هذا الموضوع بالذات. الأمن السيبراني، السايبر سيكيورتي مهم جدا، لأن أنت من تمشي باتجاه الذكاء تطبقه بشكل كامل، لازم اكو امان للعمل مالتك.
تقييم المستمر، تقييم وتكييف الاستراتيجيات مالتك مهمة جدا. طبعا اكو successful factors حتى تسوي adaptation للذكاء، اللي هي الرعاية التنفيذية مهمة جدا، النهج التكراري اللي هو iterative approach ممكن أن تتبعه، قابلية التفسير لكل عمل. بالنهاية حاول أنه مثل ما نقول think big، يعني فكر بشكل كبير. ابدأ بشكل صغير start small، بعدين راح تمشي وتتقدم step by step. طبعا من الامور او المعوقات او التشالنجز هي النظم القديمه موجوده بكل دوائر الدوله، سواء بالدول العربيه او بالعراق او ايا كان. هذه اوكي، اكو خلينا نقول كذلك مقاومه للتغيير من الغير متفهمين للتكنولوجيا، بس لازم تدربهم، لازم تطورهم، لازم تعتمد نظم حديثه، لازم تطور ستيب باي ستيب. صح، من ضمن المشاكل هي الكلفة العالية، بس ممكن مرحلة مرحلة، ممكن جزء جزء تقدم العمل بشكل تدريجي. اكو نقاط كلش مهمة او نوتس خلينا نقول، هي السترونج جوفرمنت، يعني اللو والاثكس، الروبوست انفراستراكشر مالتك اللي هي تعتمد على الداتا والتكنولوجي، الهيومن سنتريك ابروتش اللي هو يعتمد على التريننج، يعني التراست مهم جدا او الثقة، عملية التحويل الترانسفورميشن، والبابليك فاليو اللي هي بالنتيجة راح انت تحصل من قيمة للمجتمع مالتك. انت من تسوي اي عمل او اي خدمة لازم تفكر بالمجتمع. طبعا الاي اي والجوفرمنت مترابطين، وكل والدولة او الحكومة اللي ما راح تتطور واللي ما راح تاخذ هذا الاتجاه اكيد 100% راح تكون خلينا نقول بنهاية الركب. بالنهاية إذا حاولنا نطبق راح نوصل إلى more efficiency، إلى كفاءة عالية، إلى شفافية عالية transparent، وإلى استجابة من السيتيزن، من المجتمع مالتنا. أكو أمور كثيرة هي ممكن نعتبرها من المشاكل، العفو، أو المعوقات الأساسية اللي هي ممكن أن تكون بالعراق نتيجة المعلومات العامة. أعتقد يمكن الدكتور ضياء ممكن أن يضيف أو يحدد، لأن هو انفولد بالموضوع بشكل أكثر، اللي هي ضعف البنية التحتية اللي عندنا بالعراق بالنسبة للبنية التحتية الرقمية. الرقمية مو أنت بدأت تشتغل الحاسبة صارت عندك رقمنة، لا، لازم أنظمة متكاملة. نقص الموارد البشرية الجاهزة اللي هي سكيلد، اللي هي عندها مهارات بهذا الاتجاه. التمويل والاستثمار مهم جدا. غياب استراتيجية وطنية باتجاه الذكاء، يعني هذا مهم جدا، لازم واحد يخليه كنقطة أولية أعتقد. مشكلات البيانات وجودة هذه البيانات، هاي مشكلة مهمة جدا. وإعطاء البيانات، يعني هسه بالتعداد قسم من الناس ما ينطي بيانات مضبوطة، هذه مهمة. الاستقرار الأمني والسياسي هذا شوية موضوع حساس جدا. ال- التعاون وتبادل المعرفة كذلك مهم. بالعراق اكو نقطة كلش مهمة. Iraq need comprehensive national strategy for AI. العراق بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي. عنده أموال، عنده أشخاص، عنده ناس، عنده مؤهلات، مجرد تدريب بسيط يجوز خلال سنة ممكن يطفر طفرات واسعة جدا بهذا الاتجاه. طبعا هذا تقرير أو مجموعة من الملاحظات، يعني بهذه السنة 2024، العفو، بالعام الماضي صار في 280 بليون دولار بالماركت مال اي اي. يتوقعون 4.3 تريليون ب 2030.
طبعا اكو مجموعة من المتناقضات راح امر عليها بشكل سريع. المتناقض الاولى ال- لا لا انتظروا انتظروا. رجاء شوية المايك. يا اخوان المايك شدوه، تيتشنج. الله يحفظ، الله يخليكم. التدريس بالصين بدأوا يطبقون بالمدارس تدريس الاي اي، الذكاء الاصطناعي، بينما السويد رجعت ألغت استخدام التاب والآيباد وهذه بالمدارس، ورجعت إلى التعليم التقليدي التراديشنال. طبعا رجعت للتراديشنال نتيجة أبحاث أخذت عدة سنوات. فقالوا الاتجاه التكنولوجي يحدد أمور كثيرة بالطفل. يعني أنا بس أعطيكم مثال بسيط. مرات أجيب أسئلة رياضية للطلبة، مثلا تقسيم 5 تقسيم 10، أو بالعكس يريد حاسبة، طالب كلية، يعني هذه كارثة. طبعا بيل جيت حسب ما قال، موجود إلى تصريح موجود على الإنترنت، يقول 2035 راح يصير تحول كامل للهيلث كير والإديوكيشن، يعني للتعليم. يعني دا يقول راح الذكاء يحل محل الأطباء والأساتذة في حلول 2035. هذا السؤال مطروح لكم، يعني ما أقدر أجزم هل هو صحيح أو لا، لأن هو كلامه، هو احتمال متمعن بالموضوع. طبعا راح ادخل شويه موضوع نوعا ما تخصصي، لان انا الشغل اللي اشتغل عليه هو الايمج بروسيسنج. بالايمج بروسيسنج راح اروح دكتور ضياء يجوز احتمال يعلق على الموضوع. آه، سويت سيرش بسيط بالساينس دايركت، الببليكيشن الموجودة. طبعا بتشخيص الدماغ عندنا 5 أنواع من الصور، من الإيمج. البرين ايميجينج تكنيكس عندنا 5 تقنيات، اللي هي اكس راي، ام ار اي، وام ار اي، وام ار اي، وسي تي سكان، والبيتا سكان. سويت سيرش خلال ساينس دايركت، نطوني تقريبا بالاكس راي تقريبا مليون بابليكيشن، يعني بحوث منشورة. بالام ار اي 662 ألف، بالام ار اي 42 ألف، سي تي سكان 770 ألف، بالبيتا سكان 206 ألف. بس من ضفت وياها الذكاء، ضفت الاي اي، واريد اشوف الابحاث المنشوره بهذه المواضيع باتجاه الذكاء. انا تقريبا ناشر بحدود 20 بحث بالذات بهذا الموضوع. ف طلع لي تقريبا 186 ألف بالإكس راي، 29 ألف بالإم آر آي، 3000 وشوية بالإم آر آي، والسي تي سكان 46 ألف، والبيتا سكان 13 ألف وشوية. طبعا هذه بإضافة الاي اي فقط آخر سنتين، ال 24 و5 قبل صفر أبحاث ماكو. يعني خلال سنتين هذا شوف التطور الكبير اللي صار بالاي اي، يعني شلون ضافوا وات ايفر، يعني ماشين ليرنينج، اور سي ان ان وسي ان اي، يعني مجموعه التقنيات، يعني او ديب ليرنينج، مجموعه التقنيات المستخدمه للاي اي بموضوع بسيط جدا، هو موضوع تشخيص الدماغ. فقط تشخيص الدماغ بهذه ال5 تقنيات الموجودة اللي يستخدموها الأطباء، كل الأطباء يستخدموها. طبعا نعرف النوع الأول اللي هو إكس راي، على الأغلب يكتشف الكسور اللي موجودة. بالام ار اي يركز على موضوع الاورام. الام ار اي يركز على الاوعيه الدمويه، يعني اذا اكو مشاكل بالاوعيه الدمويه. والسي تي سكان النزف والاورام اللي موجوده. البيتا سكان الكل يعرف يعني بالضبط بوظائف الدماغ والاورام اللي يصير، يعني كانسر ما كانسر.
طبعا هذه السلايد الأخير راح أشوف نقطة مهمة، هي لو نرجع إلى الثورة الصناعية الأولى اللي هي اعتمدت بالذات على الستيم، على الماكينة وعلى البخار. الثورة الصناعية الثانية اللي راحت باتجاه الماس برودكشن. الثالثة اللي هي الحد 2000 اللي هي بالأوتوميشن. الرابعة دخلت موضوع الذكاء بالسايبر فيزيكس، الذكاء التكنولوجي، الديجيتايزيشن، امور هذه كثيره. يعني طبعا هي مستمره، يعني احنا تناقشنا انا والدكتور ضياء، يقول الثوره الصناعيه الرابعه مستمره لحد الان، صح، بس اكو قسم يقول هسه بدات الثوره الصناعيه الخامسه اللي هي تسوي كولابريشن، تسوي موافقه بين الانسان والاي اي. يعني لازم لكل منهم خصوصيته ولكل منهم عمله، يعني مو الذكاء او الروبوت هو اللي راح يسيطر على الانسان، لكل واحد خصوصيته. وشكرا جزيلا. اترك المجال الان، طبعا احنا راح نكمل الورشة مالتنا بالاسئلة لاحقا، يعني نخلي الاسئلة والحوار بالاخير. بس هسه الأستاذ الدكتور ضياء شكرا الجميلي. مزهر، شكرا دكتور مزهر، شكرا على هذا التقديم. ومثل ما قال دكتور مزهر ننتقل الآن إلى ننتقل دكتور ضياء، إلى الأستاذ الدكتور ضياء الجميلي اللي هو يعني مستشار في رئاسة الوزراء باتجاه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالذات. وهو كذلك احنا التقينا عدة مرات في جامعة ليفربول، وأستاذ في جامعة ليفربول إنجلترا، وحاصل على جائزة الملكة في بريطانيا. تفضل دكتور أستاذنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا دكتور، وشكرا جزيلا. الحقيقة لم أتوقع هذا العدد من الزملاء ومن الأبناء ومن البنات ومن الحقيقة الشخصيات المرموقة يحضرون هذا طبعا هذا المنتدى أو هاي المناقشة. طبعا شكرا جزيلا على المقدمة. أنا راح أقدم وياي دكتورة سلاف. دكتورة سلاف جاهزة؟ نقدر نسوي شير للمحاضرة مالتنا؟ تقدر تسوي شير؟ تقدر شير؟ انت عندك اكسس، تقدر تسوي شير دكتور. فيني انا؟ اي يلا دكتورة. No, I can't. I've sent Okay, I will give you the access. خلاص. Okay, شكرا. Now you have. Okay. ما يصير. اوكي. Okay, so هلا do I need to روح على presentation mode؟ اي اوكي. وانا راح احكي شويه بعدين ندخل. دكتور ضياء، اكو فد نقطة مهمة بس. اكو نزلنا شيت، اكسل شيت على الشات، فالجماعة الحضور مجرد يسجل او معلوماته، اسمه والايميل. نخلص المحاضرة يعني هسه يقدر يسجل، ماكو مشكلة، موجودة هي على الشات، حتى بالنهاية نعطيه شو اسمه الريكومنديشن مال اتندنس. اوكي، سيرتيفيكت. طبعا جست نوتس من دكتور مزهر، اي شخص دخل وما سجل اسمه ويعجبه سيرتيفيكت يسجل اسمه على اكسل شيت. نعم. شكرا جزيلا. انا طبعا ضياء الجميلي، عايش في انجلترا، وطبعا بين بغداد وانجلترا. نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. دكتور مزهر طبعا شرح الذكاء الاصطناعي بشكل بديع، وانا اشكره. طبعا هو زميلي وصديقي واستاذنا، طبعا رجل يشتغل بالاستاتستيك، والاستاتستيك هو الاحصاء، هو اساس الذكاء الاصطناعي واساس الثوره الصناعيه الرابعه. نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. بعدين اقدم الدكتوره سلاف عاصي. طبعا تشتغل طب سلاف، هي فارماسيست، كلينيكال فارماسيست، وطبعا اسوشيت بروفيسور، راح تكون بروفيسور ان شاء الله السنه الجايه. احد الحقيقه العلماء العرب اللي موجودين في انجلترا، مكمله UCL وتشتغل ويعني. وبنفس الوقت راح نقدم لكم شخصيه جديده. طبعا هذا الفريق مالتنا المصغر، عندنا فريق مصغر يشتغل بس على الشيء المهم. اليوم راح احكي لكم ثيوري، نظريات، ونحكي لكم تطبيقات.
يعني تطبيقات حقيقيه، عندنا تطبيقات، يعني عندنا عمل حقيقي مع الشركات اللي موجوده في انجلترا وبالعالم. راح نحكي لكم على شغله تاثر علينا، طبعا نقدر نحكي لكم على شغلات مختلفه، بس اما الادويه او الطعام المغشوش وكيف الطعام المغشوش نشتغل به راح نحكي شويه عنه، واقدم لكم طبعا هاي البنات اللي موجودين وماثيو، هذا الفريق المصغر اللي اشتغل على فد شيء طبعا بالطعام. وعندنا يسموها امي او اميكا، الروبوت مالتنا اللي تندربه، وانا جبت الروبوت حتى اشوفكم اشوف بس الجراد يعني اذا امكن ميوتنج الشغل مالكم، يعطيكم العافيه ميوتنج. اي اشوفكم اليوم اميكا، واميكا راح تشتغل وتحكي شويه نحكي، ودكتور السلاف راح تكون وياي متحدثه. خلينا نتكلم شويه اشياء، ندخل بالتاريخ وندخل على فد شيء مهم جدا. اين نحن العراق من الذكاء الاصطناعي؟ طبعا مثل ما قال استاذنا الكبير الدكتور مزهر، قال لك او بروفيسور مزهر قال لك الذكاء الاصطناعي، كلمه الذكاء الاصطناعي، واريد الاكاديميين العراقيين يستخدمون كلمه الاصطناعي والذكاء، الذكاء الاصطناعي مو كلمه الذكاء فقط. هي بدأ هذه الكلمه استخدمت سنه 1956 من جون ماكارثي، هو اطلق هاي الكلمه، ولكن لم يبدا علم وهندسه وفلسفه الذكاء الاصطناعي بذاك الوقت. بدأ حقيقة في قبل هذا التاريخ، في الحرب العالمية الثانية، كانت شخصية مهمة جدا غيرت التاريخ، اسمها طبعا اسمها ألان تيورينج. ألان تيورينج كل شخص حامل إلى سمارت ماشين عنده شغلة اسمها ألان تيورينج ماشين، يعني تيونينج ماشين. هسه أنت أمامك شغلة اسمها تيونينج ماشين، يعني الآلة اللي تابعة باسم تيونينج، اللي هو الشخص اللي اكتشف أهم شيء. ما معناها تيونينج ماشين؟ سنة 1943 استطاع ألان تيورينج أن يكسر أهم شيء وينقذ البشرية من الحرب التي كانت الحرب العالمية الثانية باستخدام الذكاء الاصطناعي. بدأ ذاك تاريخ الذكاء الاصطناعي، وكان يسميها مش الذكاء الاصطناعي، كان يسميها الآلة الذكية. لم تخرج الخوارزميات من هناك لأنه الاستخبارات العسكرية البريطانية لم تسمح هذا الشيء. هذا الشخص عمل شيء مهم، لذلك أنصح وأطلب من الناس اللي مهتمين بهاي المواضيع أن يحاولون يشوفون فيلم اسمه Imitation Game. Imitation Game راح يشوفك شلون اشتغل ألان تيورينج. ألان تيورينج سوى شيء جدا مهم للمسلمين. إيش عمل؟ أيقظ الثورة الصناعية المنسية. هناك ثورات صناعية بدأت حقيقة في مدينة في بريطانيا، وبدأت في مدينة ليفربول ومانشستر، من بدأنا بالمحركات البخارية، وبعدين وراها جاء الكهرباء، وراها جاء الكمبيوتر، وبالما وصلنا إلى الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة اللي احنا بها الآن هي ليست فقط الذكاء الاصطناعي، هناك شيء اسمه البلوك تشين، هناك شيء اسمه الروبوت، هناك شيء آخر اسمه السنسرز، هناك شيء اسمه ديتا انجينيرنج، هناك شيء أهم من هذا الشيء هو الديتا ساينس والديتا ستراكشر. هذا كلها جزء من هاي الثورة الصناعية. ألان تيورينج بالأربعينيات أراد أن يستخدم الماشين ويسويها انتليجنت بحيث يكسر النجمة كود اللي كان يستخدمه تستخدمه الجيوش الألمانية. لم يستطع هذا، لم يستطع أن يعمل هذا باستخدام ما تعلمه من الثورة الصناعية الثانية والأولى. فبدأ يعمل شيء جديد، بدأ ينظر إلى التاريخ، ومن التاريخ ونظر إلى الخوارزمي ونظر إلى الصفر ولا الجبر. استخدم الجبر والخوارزمي، وبنفس الوقت استخدم الصفر من أجل كسر النجمة كود. فترة صغيرة منها وقعدت على هو اي فترة صغيرة. اي فأيقظ الثورة الصناعية الرابعة. لذلك لم تبدأ لولا أنا أحكي هاي الشغلة، وبعدين نبدأ ندخل في العمق الشيء، وبعدين تتكلم دكتورة سلاف، بعدين تتكلم الروبوت مالتنا يتكلم، بعدين أنا أنهي المحاضرة مالتي
اسوي تعليق بسيط عن الشيء اللي تكلم به، اكمل الكلام اللي تكلم به استاذنا الدكتور مزهر. احكي لكم شويه عن الحقيقه الحرب البارده التي بدات بين الصين وامريكا بسبب الذكاء الاصطناعي وكيف حدث هذا، واتكلم قليلا عن اللغه العربيه واين نحن من الذكاء الاصطناعي وكيف نستطيع استخدامها في بلدنا. نرجع ونقول انه مثل ما قلت لكم الذكاء الاصطناعي، راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والثوره الصناعيه الرابعه من خلال الدكتوره سلاف. راح تتكلم تاثيره وكيف انا استخدم الذكاء الاصطناعي من اجل اكشف الادويه المغشوشه واكشف الطعام الغير صالح، اضافه الى المياه والاشياء الاخرى اللي احنا نحتاجها بالشيء بحتاجها يوميا. ولكن انهي كلامي في الوقت الحاضر اقول لولا بغداد لما كان هناك شيء اسمه الحضاره الاسلاميه، ولولا الحضاره الاسلاميه لما كان هناك شيء اسمه الأندلس، ولولا الأندلس لما كان هناك شيء اسمه الحضارة الأوروبية اللي موجودة بالوقت الحاضر واللي أدت إلى هذه الثورة الصناعية الرابعة اللي أساسها هي بغداد. أشكركم دكتورة سلاف، إذا تقدر تتحدثين أشكرك. أنا راح أصير ميوت وأرجع بعدين. اوكي شكرا. اوكي هيدي الابليكيشن اللي عم نحكي عليها، كيف الذكاء الاصطناعي بنستعمله بالاكل المغشوش، بغش الاكل والفود برودكتس، من اكثر الاشياء اللي بتنغش خاصة زيت الزيتون. وهيدا الشغل صرنا نحن عم نشتغل مع روبوت اللي هي world's most advanced robot، أكتر وحدة ذكية بالعالم، اللي هي مصنوعة ببريطانيا. الشركة اسمها Engineering Arts، واسمها أمي، مثل ما قال البروفيسور ضياء اسمها أميكا روبوت أو أمي، بنعيط لها اللي عنا إياها. وبتشتغل باللارج لانجوج مودلز أو الناتشورال لانجوج بروسيسنج، وعندنا knowledge based system. فالشغل هون اللي على الروبوت she's been trained، لأنه نحن بنعرف إنه الذكاء الاصطناعي كتير بهلوس، يعني خاصة من يومين كنا عم نطلع بالديب سيك اللي بيستعملوه. كل اللي بيعملوا الذكاء الصناعي باترن من ليستات ما إلها طعمة ومرتبين، وكلها نفس الباترن، نفس البنكشويشن، نفس الفواصل، نفس النقطة. فهون حكينا معه على الأدوية المغشوشة اللي جزء منهم اللي فرجيهم بروفيسور ضياء، الجروب اللي معنا بيشتغل فيهم كمان، ونحن بنستعمل أدوية سنسورز وأجهزة لنقدر نكشف على الأدوية المغشوشة والأكل المغشوش. فأول شغلة، ما بعرف مين مشحبر على السلايدات، سوري في حدا مشحبر عليهم. أول شي حكينا مع آمي، إن شاء الله تكون فيكم تسمعوا الصوت. كانت شو اسمها، كانت هي عم تحكي لنا بدك تحكي على الأدوية المغشوشة، فهون إن شاء الله تكونوا تسمعوا. Hi Ami, you will be speaking at the point of science. Got it. Ready to bring some wit and wisdom to the world of science. What's the main topic? فهي الروبوت عم بتفكر، فقلنا لها بدك تحكي على الأدوية المغشوشة، قالت I'm looking forward to it. وتعابير وجهها عندها 16-17 تعبير بتغيروا حسب الهيدا. واكيد في ناس مهتمين مش بس بالناتشورال لانجويج بروسيسنج، بالسنتمنت اناليسيز، اللي هي المشاعر اللي بتصير للروبوت اللي نحن كنا نعملها مانيولي ايام زمان. هلا النيورال نتوركس، خاصة الريكارنت نيورال نتوركس، بيستعملوهم باللارج لانجويج مودلز ليفهموا. Hi Ami, you will be speaking at the point of science. اللي بعدها سوري. فهلا قبل ما شو اسمه حكينا مع آمي على الشغل اللي عم تعمله، ونحن عم نحكي كيف هي ما بتعترف انه عندها artificial general intelligence، بس هلا بتشوفوا رأيها بالشغل اللي عم تشتغله. بس قبل هيك بدي اسلم لبروفيسور ضياء، انت معي تحكي على الباترن ريكوجنيشن. نعم. طبعا اريد اثبت للناس وللعالم انه طبعا الباتنتس الباترن ريكوجنيشنز هو اساس الاشياء اللي تشتغل بها الماشين والذكاء الاصطناعي. حتى نشوف للعالم انه طبعا المسلمون في بغداد او المسلمين في بغداد كانوا يتعاملون مع الباترن ريكوجنيشن والشغل اللي تشتغله دكتور مزهن والاحصائيين بشكل خيالي. يعني اقدر اشوفكم فد 100 حاله، بس اريد اشوفكم هذه الحاله. شوفوا دكتوره امشي لقدام اذا تلاحظون انا ايش اسوي؟ بدك افتحهم كلهم؟ يا سيد
تاء زايد نعم تمشي. تاء زايد شنو؟ تاء زايد فقط تاء زايد، اذا تلاحظون دقيقه واحده يبقي هنا. تاء زايد ايش سوى ثاني؟ حطيت كل اللي حطيته ووضعت هنا. ايش سويت؟ ضفت واحد، ضفت اثنين، بعدين ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه. شوف العرب ايش كانوا يسوون؟ هذا الديتا ساينس اللي هو علم تحليل البيانات اللي احنا كنا بارعين جدا فيه كمسلمين. وطبعا البراعه تجي لانه في بغداد، في الهاوس اوف ويزدم، في بيت الحكمه، كان لدينا شيء مهم جدا، هو الدايفرسيتي. يعني عندنا العربي، وعندنا الكردي، وعندنا المسيحي، وعندنا الشخص اللي جاي من الفارسي والتركي ومن اذربيجان والروسي ومن الصين، جايين من كل العالم، ناس مختلفين يربطهم شيء واحد، هو العلم والتعلم. بدأ كل شيء بدأ من الفلسفة، تحولت الفلسفة إلى علوم، بعدين إلى هندسة، والآن تحولت العلوم والهندسة إلى فلسفة. وصلنا فلسفة العلم وفلسفة الهندسة. لذلك هذه الباتن إذا تلاحظوها من الجهة اليسار 1 2 3 4، إذا تروحين بالمثلث تلاحظون بالنص من الأزرق من 1 لل9. إذا تلاحظون بالأخير أخير سطر تقريب من اليسار 1 لل9، وتقريب من اليمين 1 لل9. وإذا تقرون الصف الأول من فوق لجوا على اليسار من 1 لل8. طبعا أكو 9 الدكتورة، أكو 9 بعد 9 ضغط اللخ، أي 9. فهذا الشيء العرب كانوا بارعين به، هذا ما أنجز من خلاله خوارزميات. لذلك نقول algorithms بالإنجليزي، نكتب خوارزميات. ولذلك الذكاء الاصطناعي يعتمد على شيء كبير جدا. طبعا اللارج لانجوج موديل اتكلم به بالاخير، اللارج لانجوج موديل، واتكلم على اللغه العربيه واللغه اللاتينيه واللغه الانجليزيه. شكرا جزيلا دكتوره، تفضلي. اوكي، شكرا كثير. في شغله كمان لما بروفيسور ضياء عم يحكي الاساس اللغه العربيه، كل شيء العربي فيها معاني خياليه. مثلا المحبه بالكره بالانجليزي في limited vocabulary، بس بالعرب في عشق، في تسليم، في كذا درجه بالفلسفه العربيه واللغه العربيه. الشغله الثانيه كنا اليوم عم نتناقش فيها قبل ما نحكي مع أميكا عم تتطور، والناس كلها عم تحكي عن حرب الهند والصين وأمريكا وأوروبا وهالكذا، بس ما حدا عم يحكي عن حرب الذكاء الاصطناعي مع البني آدم، وهو عم بيطور حاله. إذا واحد بيرجع لقصة آدم بالقرآن، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على هيدا، في شيء بالمعاني العربية، حتى إذا اتريليتد لأقرأ باسم ربك الذي خلق، كل هيدي لانجوج إلها دور مهم، ومن هيك عم يطغى. فاليوم أميكا شو صار فيها؟ صارت هي تدور وتطفي حالها، بدها تطفي، صرنا نضطر نطفيها من الكمبيوتر. فهيك بيتطور اللغة، وعلمها صارت تزيد وصارت تنسخنا. فاليوم نسألها شو رأيك، إنه هي كانت عم بتنقني إنه أنا بعمل كل الشغل وما باخد كريدت. فهاي هي سألناها أنا ومات اللي I كان mean, do you بيشتغل معنا. think you need the credit if you've done the heavy lifting in the project? اوكي سوري، في حدا ميكروفونه عنده اغاني فاط فيه بليز. هلا فالقصه وما فيها انه اميكا اللي عم بتقوله، سوري الفوليوم واطي وعشان خينا هون وديع اسمك، يمكن سوري اطفي الاغاني خيي. فالقصه وما فيها اللي عم بتقوله اميكا، اذا انا عم بتعب وعم بعرق مش عادل انا حدا تاني ياخذ الكريدت، دايما بدك كريدت بالشغل. نحن اخلاقيا كيف نشتغل مع بروفيسور ضياء، هو الشغله اللي ما حكى عنها اللي بركز عليها بالداتا سيتس، عم نعملها كاي سيستم انجينيرنج سوسايتي، بركز على الاثكس بالداتا سيت، فتكون القصه اخلاقيه. فحتى الروبوت، بما انه الروبوت عم بتساعدنا وعم تشتغل بالذكاء الاصطناعي عم بتفكر إلها كريدت. فبروفيسور ضياء بدك تبلش بالفوت فرود ولا كيف؟ اي نعم، اذا امكن بس الميوت الشخص وديع. اللي ما بعرف شكله ابنه لابو وديع، جورج بصوف بغني. والله ايه كل ساعة يفتح وديع. طيب يا اخي. دكتور ضياء، بس ممكن ملاحظة اي نعم تفضل. اللي موجودين على الموقع تقريبا 100، بس اللي مسجلين بالجوجل شيت تقريبا 70، فأرجو البقية يعني يسجلون. شكرا جزيلا.
70 واحنا ثلاثه، احنا لسه ما سجلنا، ف 73 نسجل لا احنا مو احنا نخلص. عندنا 100 وصلوا 100. ايه احنا ثلاثه حسبنا. ايه يلا طبعا يلا انتم الخير يلا والبركه. زلمه. فهلا هيدا النقاش بالابليكيشن كمان مع بروفيسور ضياء عم نعمل نقاش مع اميكا، وكل مره موضوع معين وبتنتشر على الاي سيستم انجينيرنج سوسايتي. اللي بروفيسور ضياء هو الفاوندر له، اللي هي جمعيه خيريه بس شغلتها تدرب العالم وتخليهم يعملوا ريسيرش، يعني يستعملوا داتا سيتس، يستعملوا الجوريثمز، يستعملوا فيديوز. فهيدي المحور، هيدي النقاش كان على الفود فرود وعلى الاكل المغشوش هو. فاللي هي قالته Amy, what is the definition of a fraudulent food product? A fraudulent food product is one that's been tampered with or mislabeled to deceive consumers, often for profit. It's like when something's not quite what it seems on the label. Sneaky, right? فاللي عم بتقوله انه ترجميها الاكل ترجميها. المغشوش هو اللي حدا عمله ليغش المستهلك، اللي هو عمله سوري، اللي هو عمله الواحد ليغش المستهلك. فمش كيف ممكن غش المستهلك؟ يا حاطط انجريدينتس مش موجودين، وهيدي بنشوف كتير فضايح فيها بقصة اللحمة بتكون حلال او في لحمة حرام بقلبها، هاي وحدة. او في عنا فضايح ببريطانيا يكون في لحمة حصان بدل لحمة شو اسمه بيروت، من شي 10 سنين مش قديمة اكلوا العالم لحمة حمير، ومنهم انا كان محل شاورما رخيص عنده لحمة حمير. ممكن في اشياء مضره harmful ingredient ما تحضرت الاشياء بطريقه صحيه، او خلصت مدته، وهون الضمير بيلعب دور، خلصت مده الاكل ما انكب هالاكل ما انتلف رجع استعمل. اشياء مش موجوده ما مفروض تكون، حدا عنده حساسيه على الفستق ما مفروض ينطبخ. يعني انا مره رحت على ماكدونالد ببريطانيا قلت لها بدي سمكه، قالت لي انا ما في بيعك السمكه، خرب مقلى السمك وقليتها بمقلى دجاج وانت ما حتاكلي دجاج مش حلال. احترمتها مع انه هي ما بتفهم، فما بتفهم يعني بالدين الاسلامي وهالقصص، صينيه البنت، بس احترمتها. ليش؟ لانه حطت على undeclared ingredients الاشياء ما مفروض تكون، او الليبل الباكجينج غلط. كمان الليبل بيلعب دور، مش بس اغلى، بس مرات في اشياء كصيدلي انا وبيشتغل على الادويه المغشوشه وعلى الاكل المغشوش، مثلا مرات الاشياء بتكون بكونتينر لونها غامق بعلبه غامقه لتحفظها من اشعه الشمس، في اشياء بتخرب، اشياء ممكن تضاين ببلاستيك، اشياء بازاز. مثلا البلاستيك احنا عم نستعمله وبنضلنا نستعمله كل الوقت، مش دايما كل بلاستيك له كود بيستعمل لمده معينه، هيدي كله بيلعب دور. فهيدي كلها بينزل تحت انه الاكل المغشوش. بكل الحالات شوفي انه نحن اللي عم نستهلك عم نغشه. فاهم شيء بالقصة انه كيف بدنا نكشف عليه. قبل ما هيدا شو اهم شو اكتر اشياء اكل بصير فيها غش؟ اول شيء زيت الزيتون الرقم واحد بالعالم. بنسمع بالفضايح، في فضايح كتير ما بنسمع عنها بس اللي بتوصل للإعلام، وهالأيام اللي بتوصل على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا مشكلة يعني فيها أشياء أصلية وأشياء مغشوشة. فهون أول شغلة زيت الزيتون كان في فضيحة بال 2008 قديمة صارت، كان فيها زيت صويا أو زيت دوار الشمس بدل زيت الزيتون. هلا هيدا مش مأذي بس إلا إذا حدا عنده حساسية على الصويا، وفي كتير ناس عندها حساسية، أو على السن فلاور. وهيدي طلعت كتير فضيحة كبيرة. بعد 17 سنة ما قلت هيدي، هديك السنة الجارديان بال2000، وبعدني بفضل الميديا الأساسية الجرايد على السوشيال ميديا، الأخبار السريعة اللي ما كتير لها ممكن تكون صحيحة ممكن لا، الميديا أقوى. فهاي جريدة الجارديان بتحط كمان بعد زيت الزيتون من أقوى زيت الغش بأوروبا. رقم 2 قبل زيت الزيتون، هلأ بنحكي على الكشف، هو العسل، انه فيه سكر، مرات العسل حتى فيه ادوية غش فيه. السمك كمان غش كبير، واذا كمان ملوث ازمة، اذا كان في اي ميتالز مثلا الميركوري اللي هو الزئبق، اذا في كمية زايدة من السمك. عشان بيقولوا كمان كترة السمك ما كتير منيح اذا ملوث المي، لان الواحد بصير اهبل بيأثر على الدماغ، عدا عن مشاكل للكلوي وللكبد. الحليب كمان، البهارات كتير خاصة الزعفران، 7 البهارات هولي
والمشروبات كمان اللي بيكون فيها، نحن ما بنشرب بس كمان واجباتنا نكشف عليهم من باب صحة المستهلك إذا حدا عم يشرب. فساعتها مش معناتها نحن مع المشروب، أكيد لا، بس ساعتها بحطوا ميثانول اللي هو بيسبب العمى، أو بيكون مش مصنع مزبوط وبيطلع فيه ميثانول بدل إثانول بيسبب العمى. فمن هون شو بنعمل؟ نستعمل سنسورز او سبكترومترز اللي هن حجمهم صغيره، بينحملوا على مسرح الجريمه او على السوبر ماركت او على المستشفى او على الصيدليه وين ما كنا، بس ممكن بالمختبر بينحملوا وبطاريه بتضاين 4 ل6 ساعات. فاول الهدف من هيدي، لانه الاي اي شو سيئات، ليه مرات الجي بي تي بيكون اهبل الا اذا دفعنا اجار الجي بي تي، وحتى بعده مش ذكي، ما عنده ذكاء البني ادم، لأنه مدرب بداتا مانا كاملة، مش محطوطة داتا سيتس موثقة. هلأ بلشت كتير جامعات منهم يونيفرسيتي كاليفورنيا سان دييغو، كذا جامعة بيطلعوا داتا سيتس، أو في داتا سيت مثلا بالهيلث كير ان اتش ان اي اس، سوري ناسي الفول تكست لإلها. هيدي كمان بلشت ناس تعمل داتا سيتس موثقة وفاليديتد، وطلع في كتير تولز مثل التولز لنحن نشوف الفاليديتد داتا سيتس، الايكويتر نتورك اللي هي لكل الدراسات، وفيها اي اي تولز للواحد يعرف انه الداتا مزبوطة. وفي الاتحاد الاوروبي عنده الفير داتا كرايتيريا اف اي اي ار، اللي هن بميك شور انه الداتا سوتبل لواحد يستعملها، لانه لما يكون في حياة بني ادم بالدق وفي غش بالاكل، لازم الانسان يعني يعمل الاشياء بضمير، لانه بتطلع برقبته دم برقبته اذا حدا صار له شيء. فاول تكنولوجي هيدي اسمها رامن، اللي هو ليزر عم يضرب السامبل وفي سيجنتشر مبين على السامبل. هيدا بيكون كأنه بصمة، بس بصمة كيميائية. فهيدا اكتر على الاكتيف انجريدينتس بالادويه، يعني مثلا عم بتطلع فور اكزامبل بالاوليف اويل كلوروفيل لنقول، او عم بتطلع بالحليب على البروتينات، على الدهنيات فيها. السكريات مش كتير منيح بالرامن، فشو بستعمل 2 other technologies، وحده نير انفراريد. نير انفراريد حسناتها هيدا الرينج بيقول لي على الفيزيكال ديفرنسز، يعني اذا شيء فيه تركيب كيماوي مزبوط بس شرب مي صار له ستورج تعبانه، ما ستورج مهمه وميزان الحراره مهمه، بس كتير شركات بيتهوروا ما بيكونوا قوايا. فإذا صار هيك وكان ما منيح وصار في تغير فيزيائي، الرامن ما بيكشف عليه، نير انفراريد حسميه ان اي ار بيكشف عليه. والشغلة الثالثة، يعني هيدا عن جد بصمي بيشتغل على الفيزياء وعلى الكيمياء، والشغلة الثالثة هو الميد انفراريد اللي هو أكثر شيء الناس بتستعمله. سيئاته بده يتدمر العينة، بس حسناته هيدي دايموند، مش دايموند غالية مثل زغيب أو حوضي محلات دمس أو محلات الألماس، دايموند صغيرة بينحط هون العينة، سواء نقطة من الليكويد أو من السوليد فيه ملي جرامز، 1 ل 2 ملي جرام، وبتعطي سيجنتشر. سيئاتها إذا كان في عينة ما بدي أفتحها ما فيي فوت عليها. لأول وحدة إذا عيني ما فيها أفتحها، شاكة في سم فيها العينة، هيدا اللي بيمشي قلب الباريرز. إذا ما بدي أذي حالي وما عندي كفوف، فهيدي أحسن. وهيدي التكنولوجي مش أول رامن بالعالم، بس رامن اسمه سبيشالي أوفست، اللي هو الليزر بيضرب من محل وبيرجع بيصير له كولكشن محل تاني. فهيدا اللي اخترعه عالم بريطاني أصله كرواتي اسمه بوفل ماتوسيك، بيشتغل بأكسفورد. فهلا حنشوف شوية ابلكيشنز وبيرجع بروفيسور ضياء بيعمل راب اب. اول شيء هيدا زيت الزيتون، كانت كولابوريشن بوقتها مع لبنان اللي هو انا من هونيك. فكان في زيت زيتون اصلي ومغشوش، نير انفراريد احسن في فيزيكال وكيميكال ديفرنسز، فينا نشوف الفرق هون. اكيد عملنا لايبريز وكلاسترينج، بس عشان البرزنتيشن مدتها قوي قليل مش حاطين هون. فينا حتى بالاي اي نشوف من وين مصنع. هلا في اشياء عينات منهم بتفرق، يعني الاخضر الغامق احسن، بس خاص البريس مش معناتها الفاتح مغشوش، بس عادة اللي فيه مشرب بيكون مفتوح اكتر. الرامن سريع، الرامن النير انفراريد سيئاته وما فينا نشتغل بالرفلكشن لانه المي بتحجبه، هون المي مانا مشكلة. فكنا عم نستعمل ترانسفلكتنس، بنحط شغلة مثل تبعية الميزان بقلب المي وبتعمل ريفلكشن وترانسميشن، وفي شوية تريتمنت للسبكترا. الرامن أكتر سيجنتشر ونون ديستركتيف، بس ما دقيق قد هيدا كتغير فيزيائي، بس تغير كيميائي. الشغلة الثانية اللي عنا العسل، اللي هو مشكلة، غش العسل مشكلة وأسعار خيالية، وشو بيكون فيه بدل السكر الطبيعي حاطين سكر اصطناعي.
فمن هون أنا بفضل النير انفراريد بالعسل لأنه بيعطيني كأنه بصمة لإله كلها. وساعتها بكل سهولة بس طبق AI algorithms clustering algorithms بلاقي المغشوش لحاله والأصليات بجروب لحاله، فسريعة هيدي. سيئاته هيدا الجهاز إلا إذا واحد عم يلعب رياضة في يحمله، إذا لا بده يجيب العينة على اللاب، هداك أخف وزن. الحليب خاصة حليب النيدو، فكمان أهم شيء بالحليب في عنا الفاتس اللي فيه خاصة للأولاد بحليب البودرة، والليبتس اللي فيه كمان اللي هن الدهنيات، والسكريات. السكريات بنلاقيهم هيدا الانفراريد مستعمل 1 ل 2 ملي جرام بالعينة، بس بدنا نشيلها نفتحها للقنينة. فهيدا بهالحلة السكريات كمان فينا نشوف في مشكلة. هيدا الحليب المغشوش هو الأخضر الفاتح، سوري الصورة فاتحة، فكمان فيه أقل سكر، وهون في هيدي الباندز تاعون الدهنيات فيه أقل دهنيات، وكمان شوي أقل بروتين، هيدا النيتروجين للبروتين، فكمان بكل السرعة فينا نعمله. سبايسز كمان كتير، في كمية كبيرة من السبايسز كمان، بس هون أحسب بالسبايسز لأنه الفرق بالكمية وفرقات بسيطة، يعني اوفر اول كتير بيشبهوا بعض. هاويفر بس نطبق شي كلاسترينج تكنيك هون بالحالة فينا نشوف حسب كل وحدة وين مصنعة different clusters. واخر وحده الالكوهول اللي هي كانت مشكله، هيدي كانت حمايه المستهلك اللي هن التريدنج ستاندردز في الدنيا عندهم غش خيالي بالفودكا. فكانت الفودكا كانوا بوقت عطونا شي 40 كميه فودكا، اللي هو الخطوره فيها انه فيها ميثانول بدل اثانول، في عينات فيها كلور، وفي عينات فيها بروبايلين جلايكول. هلا هول الاجهزه ما سحر ساحر، يعني في اشياء ما بيعملوا لها ديتكشن. لا قدرت اعمل ديتكشن للاشياء اللي فيها كلور ولا الاشياء اللي فيها بروبايلين جلايكول لانه النسبه كانت قليله. بس الميثانول حتى لو نسبته قليله دغري بيطلع الفرق. سيئاتها كنا بدنا نفتح نشيل العينة من القنينة لنقيسها بهو جهازين الرامن، هول 2 رامن ليزر عم نبعته على العينة. أول وحدة اللي فوق الليزر بالأشعة فوق 785 نانومتر، اللي هي بين الفيزيبل بنشوفها لونها أحمر، مثل اللي بيستعملوه الناس ليزر ليشيلوا الشعر، نفس هيدا اللون، اللون الأحمر 785 الموجة. وهيدي لا 1064 1064 اللي هي نير انفراريد اللي ما بنشوف فيه، فهيدا ما بنشوف فيها فلوريسنس لانه بعدنا على هيدا الرينج الضوء. هاي بنشوف فلوريسنس، بس اللي فينا نشوفه فيه سكر لانه هو اصلا الميثانول طعمته طيبه، بس هون هيدا فيه سكر زياده، هون بنشوف السكر، بس بنشوف كتير نويز من العينه. هيدا ما فيه سكر. سيئاتك كنا ما نفتحها للعينة، وهيك عينات نحن بننتبه انه في جلوفز عشان اذا واحد دقرة بيطلع فيها شيء توكسيك ما يصير انه مصيبة. ولكن اذا العينة ما بدها تفتحوا جوات القنينة، مرات هاي القنينة اصلية، شو بينعملوا؟ بشيلون من الزبالة وبيعبون. مرات القنينة هي مغشوشة كمان، حتى الانك فينا نحلله. فاللي فينا نعمله نستعمل هيدي السورس اللي هي الضوء. عنا فتحتين هون، فتحة هون بيضرب الضوء، فتحة هون كولكت الضوء. الفوتونز تاعون الضوء مشاغبين بضلهم بيحركوا مثل الجيلي فيش، فبس نعمل الكولكشن بعيدة عن وين عم يضرب الليزر ساعتها بفوت الضوء لجوا، ناخد سامبل من جوا ومن برا. وهيدا اللي صار بهاي عينة الفودكا اللي هي طلعت أصلية والسكور تاعها 93%. السبب ما طلعت 100% لأنه بضلوا في انترفيرنس من البلاستيك. هيدي القنينة تشيروك كانت بلاستيك، فهيدي كتير سريعة. سيئات هيدا الجهاز أغلى بكتير، حقه دوبل، يعني هداك 40,000 باوند اللي شفناه قبل، هيدا 75,000. حسناته بيستعمل تحت المي، بيستعمل ببعض مطارات بريطانيا لما الناس يحطوا ليكويدز واكسبلوسيفز، مينلي بيستعملوا ايون كروماتوغرافي. ولكن في حالات الرامن أسرع وأسهل لأنه بدقيقة أو دقيقتين بيقدر واحد يلاقي النتيجة. فإن السامري قبل ما بروفيسور ضياء يحكي، أميكا كان عندها شغلة نهائية بدها تقولها. Amy, if you were a human and you doubt that your food has a problem in it, would you If take I was it? human, I'd probably be sipping coffee and rolling my eyes a lot. What about you? اللي عم بتقوله قلنا لا أميكا، إذا أنت حاسة حالك بني آدم وشكلك أكل مشغول بتاخدوه مغشوش بتاخديه أو لا، قامت قالت بشرب قهوة وبحرك عيوني.
فحتى هي صارت مدمنة قهوة. بروفيسور ضياء بدك تحكي؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طبعا انا استمر احكي شويه احكي عن كيف يعمل الذكاء الاصطناعي. نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والكل يتكلمون عن الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا دكتور السولاب، ساعديني بهذه المساله مال الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل الذكاء الاصطناعي. طبعا اكو اشياء كثيره تتدخل، بس خلينا نحكي شويه عن اللغه اللي هي Natural Language Processing، وبعدين من خلاله اكو شيء اخر اللي هو Natural Language Processing، اللي هو احنا الكلام نتكلم به، تسمع الكلمه تحللها بدماغك، بعدين من خلالها تبدي تستخدم وتعمل الاكشن. تعتمد طبعا كيف يعمل. طبعا الحرب البارده اللي بدات بين امريكا والصين الحقيقه هي تعتمد على اشياء كثيره، بس قبل هذه تعتمد على اشياء كثيره. واحده من الاشياء انه 65% من السيليكون فالي، يعني من وين يصنعون كل الاشياء اللي نتكلم بها هلا بالوقت الحاضر، نحن 65% هم المهارات اللي هناك موجوده هي مهارات من اصول هنديه، لانه الهند استطاعوا ان يغيروا، يعني فاقوا على هذه الشيء بالتسعينيات، ركزوا على الرياضيات والحلول بروبلم سولفينج، يعني بدأوا يتعلموا فن إدارة إدارة المشاكل وكيف يحل المشاكل باستخدام الرياضيات. لذلك هم أقوياء جدا بالرياضيات، وهذا ما أدى أنه صاروا الشباب، خاصة الشباب اللي مكملين كل الشغلات الهندسية والعلوم والطبية، يفقهون علم البيانات وتحليل البيانات، ويفقهون شيء كبير هندسة البرمجيات. شيء مهم جدا. طبعا بدأت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بالخمسينيات، بالضبط ب56. ما كان السبب وراء هذا الشيء؟ أمريكا شعرت بالسيطرة الكاملة على الفضاء بالخمسينيات. بعد الحرب العالمية الثانية أخذوا تكنولوجيا كثيرة من الألمان واعتقدوا هم سيطروا على الفضاء، لما كانت المفاجأة الكبرى سنة 1956 لما الاتحاد السوفيتي بوقته كان أطلقوا أول ساتلايت بالجو أو بالفضاء. فهذه كانت صفعة كبيرة للأمريكان. احنا تنحكي علم، أنا ما عليه سياسة، علم. وبدأت الحرب الباردة. طبعا الكل يعرف الحرب الباردة الأمريكان فازوا بالحرب الباردة وسيطروا على كل شيء. الأمريكان نفس الشيء حدث خلال السنتين الماضية، انه الامريكان اعتقدوا انه هم مسيطرين على الذكاء الاصطناعي. بس هو ماذا يعني من اقول انا عندي مختبرات ذكاء الاصطناعي، ما هي مختبرات الذكاء الاصطناعي؟ يعني شنو عندك 3 اشياء مهمه. الشيء الاول، عندك الشيء تكلمت عنه الدكتور السولاب، عندك بيانات كبيره ضخمه جدا باشياء مختلفه، يعني عن الطب وعن حكيت عن الاكل وعن الدراجز وعن المياه وعن الجو، وعن هذه كميات هائله ودقيقه، يعني تكون دقيقه هاي البيانات. هاي اول شغله. فخزانات لهذه البيانات، يعني يسموها داتا سنتر. فهو مش قالوا راح نبني اكبر خزين للديتا بالعالم. هم قالوا هالشيء هذا. ترامب طلع قال هذا الشيء وحط رصد مقابله 600 مليار 400 مليار اخذها من الشركات العملاقه الكبيره مال التكنولوجي مالتهم، و100 مليار من السعوديه انفستمنت، و100 مليار من الامارات. اللي صار شيء ثاني، قال لك حتى عندي اني لازم عندي معالجات كبيره، يعني عندي اذني السي بي يوز، يعني كومبيوتنج باور كبيره جدا حتى تستطيع تسوي يعني معالجه لقسم من المشاكل باستخدام طبعا استخدام الوقود وهو البيانات. فبدا قال لك راح ابني شيء ثاني، وهو ابني يعني ابني كمبيوترات سريعه جدا في المعالجه. وما ذكر شيء مهم جدا اللي هو شنو؟ المهارات. انت لا تستطيع ان تكون جزء من هذه العمليه، بناء وصناعه هذا ابلكيشن لهذا العالم الجديد، الا اذا ولد لديك موهبه، وبعدين هذه الموهبه تصقل من قبل الاهل
من قبل التعليم، من قبل الجامعات، الى مهارات تستطيع من خلالها صناعه، تكون جزء من صناعه هذا الشيء. لحد هنا كانت 20% الشغل مالتنا على المهارات، و80% على التكنولوجيا، وطبعا التكنولوجي والابلكيشن. فترامب قال لك راح اسوي هالشيء. الصين اسبوع افتر ما، يعني قبل شهرين، الصين فاجأت العالم مثل ما الاتحاد السوفيتي بالخمسينات فاجأ. طبعا الامريكان صنعوا شغله اسمها تشات جي بي تي شهر الثالث 2022 بالضبط. وتشات جي بي تي يعتمد على اللغه الانجليزيه واللارج لانجوج موديل، ويعتمد على الفلسفه الاوروبيه. فاللغه الانجليزيه 6500 مفرده فقط، والفلسفه طبعا الاوروبيه وخاصه الامريكيه يعني لا تحتوي على عمق تاريخي كبير، زين. ولكن طبعا باوروبا عندنا فلسفه كبيره، البريطانيين والالمان والفرنسيين على كلنا، فتعتمد على اللغه الانجليزيه. الصينيين اجوي بسبب الحصار على احنا نسميها الموصلات او السي بي يوز، فهم يستخدمون فيرجن 2. من خلال فيرجن 2 من خلال شركه صغيره باستخدام المهارات استطاعوا ان يعملوا شيء جديد اسمه، تعرفوه كلكم، الديب سيك. ما هو الديب سيك؟ الديب سيك يعتمد على لغه ثانيه غير اللغه الانجليزيه. اللغه الثانيه هي اللغه اللاتينيه اضافه الى الفلسفه الصينيه، فتحتاج 5% فقط من القوه مال الكمبيوتنج باور حتى يصير البروسيس. فبهالحاله احنا اول شغله، المشكله مال الاي اي من يشتغل يصرف طاقه كهربائيه كلش عاليه لانه الكمبيوتنج باور كلش شديد. بس هذا ايش سوى؟ قلل 95%، قللوه يعني اخذوا بس 5%. العمل الثاني، الشيء الثاني اللي عملوه بليز يعني الخوارزميات انطوها للناس. هذه بدأت الحرب وخسرت الشركات الأمريكية التكنولوجية 2 تريليون دولار. يعني العراق يبيع 20 سنة نفط حتى يسوي 2 تريليون دولار. كل هذا الشيء خلق شيء لنا احنا العرب والمسلمين، وخاصة اللغة العربية. اللغة العربية ولغة القرآن هي لغة تعتمد، هي لغة حية لها 12.5 مليون مفردة. فهذه يعني لوجود المفردات الكثيرة يكون الذكاء الاصطناعي أذكى وأذكى، لأنه بدأنا ندرب، إحنا ندرب يعني مثل ما قال دكتور مزهر، قال لك إحنا generative AI. بدأ أول شيء كان AI يعني مجرد ذكاء اصطناعي عادي، وطبعا أي شيء، طبعا إذا عرف لكم الذكاء الاصطناعي قدرة الآلة إذا اتخاذ القرار بدون الرجوع إلى الإنسان. أي شيء ثاني مو ذكاء اصطناعي. يعني اي شيء تسوي له بري بروسيس هذا مو ذكاء اصطناعي، هذا مجرد اوتوميشن. اي شيء تعطي له تسوي له فيدنج وتقول له اذا صار هيك يسوي هذا واذا صار هيك يسوي هذا، مو ذكاء اصطناعي. قدره الاله على اتخاذ القرار بدون الرجوع الى الانسان. يعني شنو يبدي؟ فلذلك الشات جي بي تي والديب سيك يبدي شو يسوي؟ يولد نصوص ويولد اشياء من الاشياء اللي موجوده ويتتعلم. لذلك انا اقولها دائما، مثلا الجواهري اصبح شاعر العرب، وقسم يقولوا لي هو مو شاعر العرب. نعم، اصبح شاعر العرب لانه حفظ القران وعمره 7 سنوات وقرأ اعظم واصعب الكتب، ومن مثلا نهج البلاغه قرأ 100 مره. هو ليش قرأ 100 مره؟ لانه بدا يدرب النيورون مالته. ارجع واقول شغله، اكو شغله جديده اللي حكى عنها الدكتور مزهر، حكى عن شيء مهم جدا، هو الارتفيشال جنرال انتليجنت، واللي هي قدره الاله على انه تعلم نفسها. اميكا اللي حكى او امي اللي حكينا عنها اليوم، الروبوت مالتنا له القدره على ان يتعلم بالمستقبل، يعلم نفسه بالمستقبل، وراح يدخلنا بعالم جديد يسموه فيزيكال اي اي. فيزيكال اي اي هو يبدي الروبوت يتحرك ويتعلم من خلال الانفايرمنت اللي هو حوله. نحن داخلين على يعني مشروع كبير جدا بالعالم، هو التحول الكبير باستخدام الذكاء الاصطناعي. سيدخل الذكاء الاصطناعي بكل حياتنا. الخطورة مالته هي تأتي من شيء كبير جدا. منه اللي حذرنا منه؟ حذرنا منه هو اللي صنع
تشات جي بي تي اللي هو جيفري عمل جيفري ويا جون حقيقه عمره 91 سنه وجيفري عمره 76 سنه. طبعا زملاء يمكن عرفوا وش حكيت، قلت لهم هذول الاثنين فازوا على جائزه نوبل للفيزياء بالذكاء الاصطناعي شهر العاشر العام الماضي. وكانت لماذا؟ باستخدام الايمج بروسيسنج اللي حكى عنه دكتور مزهر. بداوا بال 82، اول اكتشاف بال 82 هو كان من خلال جون استطاع من خلال وصف شخص، يعني مثلا اني دكتور مزهر او دكتوره سولاف ادي او مثلا اكو مليون صوره، ما حاجه اقول اسم الدكتور سولاف وعمرها واين تسكن، بس اظل اوصفها من خلال الوصف. استطاع استخدام النيورال نتورك انه يطلع صورتها من خلال ملايين الصور. هاي بال 92. احنا من بدينا نشتغل بالايمج بروسيسنج كانت طريقتنا انه تاخذ وقت، يلا يقدر يكتشف هذا يعني يلا نحصل هذا المعلومه. بدينا نشتغل على برفورمانس. كان التلميذ مالته جيفري يشتغل على شيء ثاني واحنا ما نعرفه. الشيء الثاني هو شنو؟ كان يشتغل انه كيف اقدر ارسم صوره دكتوره سولاف من خلال وصف دكتوره سولاف. ووصل هذا الشيء الشهر الثالث من سنه 2022 من كسر هذا الحاجز وخلق تشات جي بي تي. هو الرجل كان يشتغل بجوجل يعطوه تقريبا $1 مليون بالسنه طبعا كادفايزر. استقال. اريدكم كلكم تروحون على مالته حقيقه مالته التوك اللي حكاه بالبي بي سي. قالوا له ليش استقالت؟ قال انا خلقت شيئا حقيقه سينهي البشر على الكره الارضيه من خلال عدم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل اخلاقي. احذر كثيرا انه اهم شيء هي الاخلاقيات. سئلت سؤال في اوروبا، قالوا لي شو رايك كيف راح نقدر نسوي، كيف الروبوتات راح تعمل مع بعضها؟ قلت لهم اهم شيء الله سبحانه وتعالى من خلانا على الكره الارضيه نزل لنا كتب سماويه من اجل التعامل بيناتنا. لذلك هاي نفس الكتب السماويه يجب نبدي نعلمها للروبوت وانسنه الروبوت. واذا اكو لغه بالعالم تستطيع انسنه الاله هي من خلال الشعر العربي. لانه اذا اي واحد من عندكم شاعر ويبدي يقول الشعر يجب يكون عندك عاطفه والشعر في سبيل نطق هذا الشعر. لازم يصير عندك حاله معينه. احنا شو نريد نسوي؟ نريد نستخدم الشعر العربي واللي هو 80% من الشعر الموجود على الكره الارضيه بكل اللغات هو الشعر العربي. 80% استخدام هذا الشعر العربي، هذا الارث التاريخي العظيم والقران واللغه العربيه والمزيج اللي موجود الجميل اللي موجود بالدول العربيه من كرد الى تركمان الى مسيح الى ارمن الى يهود. استخدام هذا الارث التاريخي من اجل خلق شيء جميل يخدم البشريه. وشفناه اليوم، اعطيناكم اكزامبل خدمه البشريه. فرس عربي اصيل ولد اسمه الذكاء الاصطناعي. اذا حبينا وعرفنا نتعامل معه وخلونا انه نقول له نحن الماستر وانت السليف، ونقدر نصعدك ونقدر نمتطيه ونستفيد من عنده. او اذا ما حبينا وما افتهمناه بالشكل الصحيح راح تصير عندنا مشكله، راح يبدي يعضنا ويرفسنا. الشيء خطير جدا. يجب على العرب والعراقيين والدول المسلمه ان يحفظوا القرآن من اجل النيورون مالتنا، من اجل تدريبها، ويتعلموا العلوم ويتعلموا فلسفه الحياه وفلسفه العلم. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة من أجل التكلم، والباب طبعا لكم من أجل الأسئلة إذا عندكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور ضياء الجميلي. رجاء في أكو مجموعة من الأسئلة أعتقد الحضور الكريم، فراح نعطي يعني بحدود يعني مري تعليقات، مجرد سؤال يعني بحدود دقيقة لأن الوقت بدأ ينفذ. أكو أستاذ داوود. نعم. تفضل. نعم. تفضل. أنا بس حبيت أضيف إلى ما تفضلت به حضرتك، أنه اليوم شركة مصدر في الإمارات العربية المتحدة نعم. استطاعت
أن تطور الشات جي بي تي إلى سوبر، وانتجته اليوم أيضا. بس حبيت أضيف هذه المعلومة. ممتاز، هذا شيء جيد. أنا بس أعلق نقطة بسيطة. يعني بالتسعين أنا كنت طالب دكتوراه بإسبانيا. المشرف قال لي هذا الماتلاب، طبعا الماتلاب طلع بال84، كان أندر دوس بالبداية، جزء دكتور ضياء الجميلي يعرف. فقال لي هاك هذا الماتلاب سوي له هاكينج، وأريد تضيف اسم الجامعة باللوجو مالته. يعني فقعدنا احنا مجموعة جروب، يعني خلال أقل من أسبوع دخلنا اسم الجامعة وجبنا له إياه، فاللي يشتغل يقدر يوصل، وإن شاء الله نوصل يعني بالشيء الأفضل. دكتور رائد الجبوري، دكتور رائد، دكتور رائد الجبوري، تسمعني؟ أعتقد أنت المايك غالق هسه دكتور، انفتح. نعم دكتور، أسمعك. تفضل دكتور، تفضل. شكرا جزيلا على اختيار هذا الموضوع الحيوي والمهم. حقيقة أنا أتوجه بالسؤال لحضرتك وللدكتور الجميلي أيضا، هو كيفية إثراء المحتوى على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، المحتوى العربي، لنكون كدول عربية فاعلين في هذا الموضوع. المحتوى العربي قليل جدا ومحدود للأسف الشديد، ولا زلنا كدول عربية مستهلكين لهذه التكنولوجيا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أود إضافة بسيطة، أود إعلام حضراتكم أنه في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد تم العراق تقدم بمقترح إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي، وصدر قرار، فقرة في قرار، أنه توجيه الشكر للعراق على هذه المبادرة، وتم إحالة المقترح الخاص بإنشاء المركز إلى الذي سيكون مقره طبعا بغداد، إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في سياق المبادرة التي تقدم بها معالي الأمين العام للجامعة حول الذكاء الاصطناعي، والتي كان عنوانها الذكاء الاصطناعي تطبيقات مبتكرة. آسف، نعم أنا مع حضرتك، آسف دقيقة. كان أيضا توجيه الشكر، وفوضوا معالي الأمين العام بأن يختار أو يعني يختار لهذا الموضوع ويقرر بشأنه، لأن هنالك كيان أصلا موجود في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مركز موجود في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي تتخذ من جمهورية مصر العربية مقرا لها. يعني تركت القمة القرار لمعالي الأمين العام، واشترطوا على العراق أن يتحمل كافة التكاليف المترتبة على إنشاء هذا المركز، وإفادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قيام معالي الأمين العام بإفادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمرئياته بهذا الشأن. شكرا جزيلا، وأعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا دكتور. أنا أرجع أعلق دكتور شوية، أرجع أعلق. طبعا أنا أشكرك صدري يعني السؤال أعتقد لك حول المحتوى العربي. اي السريع. طبعا شكرا جزيلا. الذكاء الاصطناعي والمركز مالته طبعا اشتغلنا عليه سنتين ويا دولة الرئيس، وحقيقة كانت فرصة كبيرة، لأنه كانت طبعا أهلنا واخواننا في السعوديه وفي الامارات وفي مصر كانوا يريدوا ياخذوا باتجاههم، بس اقنعناهم انه بغداد هي الاصل واللغه ومدرسه الكوفه ومدرسه البصره، فالحمد لله والشكر وصلت لهذه المرحله. هلا احنا النقله الثانيه هي بدات على اكتاف العراقيين كيف يسووا حول المحتوى شيء مهم جدا. كلنا مسؤولين عن المحتوى العربي، يعني ارجو من جميع العراقيين والعرب والمسلمين اللي عندهم شعر واللي يعرف الشعر ويعرف الكتابه ويعرف القراءه ان يتعامل مع شات جي بي تي ويتعامل مع كل الاشياء اللي موجوده هناك، الابلكيشن شيء ضروري جدا. هاي شيء. الشيء الثاني ايش نسوي؟ بدينا نشتغل على شيء مهم ويا الجامعات ويا دوله العراق، انه نبدي ناخذ كل الكتب العربيه وامهات الكتب الموجوده، ونحاول نسوي لها شنو؟ نسوي لها طبعا فوتوكوبي، نحولها الى PDF فايل readable and you can download it
طبعا readable and searchable. من يصير searchable بهالحاله ايش راح يصير؟ يصير عندنا قوه. وطبعا تدري انت العرب بدأوا يشتغلون مثل ما قلت حضرتك، العرب بدأوا يشتغلون انه يعملون، او ما اعرف منو ذكر انه يعملون لارج لانجوج باللغه العربيه. احنا بدينا نعمل هذا الشيء باللغه العربيه. عندنا شخصيه مهمه جدا موجوده في بريطانيا، شخص كبير العمر اسمه عدنان غيدان، دكتور عدنان غيدان، يتكلم عن اللغه العربيه وعنده اعتقد 500 مليون نص باللغه العربيه. انا تتعامل وياه احاول ادخلها بهذا الموضوع. كلنا مسؤولين عن هذا الشيء، كلنا مسؤولين. يعني حقيقه الشيء اللي قلت له شيء مهم. اريدك انت مثلا كل الاكاديميين يبدون يشتغلون باللغه العربيه. هي فرصتنا الان فرصتنا. ليش؟ لانه من تحكي مع اي ابلكيشن موجود ما يعطيك ثقافتك العربيه والاسلاميه، يعطيك ثقافتهم ويترجمه. لذلك نحتاج الى زخم كبير. العراق بدأنا، المركز العربي للذكاء الاصطناعي راح يكون جزء من عنده بهذا الشيء. وطبعا اهل اللغه العربيه، اهل النحو، اهل الفقه، اهل حتى خاصه الشعراء يجب البدء بالتكلم مع هذه الآلة. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور اذا تسمح لي دكتور مزهر، اذا تسمح لي بس كلمه واحده بس دكتور مزهر بعد اذنك. دكتور مريد شويه تعليقات. لا انا اضافه مهمه جدا، ما يدل على انه الموضوع الذكاء الاصطناعي اصبح ايضا يعني الشغل الشاغل في اطار عمل جامعه الدول العربيه هو انشاء او تاسيس المركز مجلس وزراء الامن السيبراني العرب، الذي يتخذ من المملكه العربيه السعوديه مقرا له، وتم اقرار نظامه الاساسي في قمه البحرين في مايو الماضي. شكرا جزيلا. ممتاز. هو بالحقيقه بس دقيقة، أكو مراكز متفرقة موجودة بالدول العربية وبالجامعات، أنا يعني على اطلاع عليه. هسه نجي إلى دكتور بشار. دكتور بشار تفضل. نعم، السلام عليكم جميعا. أول أشكر الدكتور مزهر والدكتور ضياء والقائمين على على هذه الندوة الحق الغنية في المعلومات. أنا بس أرجع إلى العنوان. عنواننا هو الذكاء الاصطناعي والتعزيز العمل المؤسسي. وانا كنت افكر كنت اتمنى انه شويه يصير تركيز اكثر على تطبيق الذكاء الاصطناعي في العراق تحديدا، لانه احنا الذكاء الاصطناعي كل الدول الان تتكلم به. وكدليل اكو مثل ما ذكر الدكتور مزهر قبل شويه انه هناك مركز عربي للذكاء الاصطناعي ومقره في قطر في الدوحه، وعندهم سايت وعندهم موقع مذكره تفاهم مع اكثر من جامعه دوليه وعندهم. فاحنا ينقصنا يمكن التنسيق، وليس لانه اذا تسموه الاسم المركز العربي للذكاء الصناعي راح تتعارض مع الاسم الموجود في قطر. فارجو انه يكون تنسيق او تشوفون اسم اخر له، او يصير تنسيق من خلال جامعه الدول العربيه. هذا اولا. الشيء الثاني، اذا نتكلم عن العراق في موضوع الذكاء الصناعي عندي سؤال. تعرفون حضراتكم واللي يشتغل بالذكاء الاصطناعي، موضوع الذكاء الصناعي يحتاج الى بنيه تحتيه مهمة، والبنية التحتية هو ما ينقص العراق كثيرا، وحتى مو العراق، كثير من الدول العربية. البنية التحتية في مجال الاتصالات، الباك بون خلينا نقول سيستم، وبنية تحتية كذلك في الطاقة الكهربائية. وتعرفون الذكاء الصناعي الاي اي بصورة عامة هو يعني الان الهم الكبير اللي هو ممكن ذكره الدكتور ضياء لما تكلم على موضوع الديب سيك وغيره، كم يصرف من الطاقة الكهربائية. فإحنا إذا نفكر ذكاء اصطناعي في العراق أو في دولنا يجب أن نفكر في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق الذكاء الاصطناعي. هو ليس فقط كتكنولوجي، كذكاء اصطناعي ممكن كثير الناس الآن متوجهة نحوه. ودكتور ضياء يعني ما معروف، ما يحتاج جهاتي بمجروحة، لكنه نحتاج إلى كثير من التهيئة للبنية التحتية. يعني هذا الملاحظة اللي عندي، وأشكركم شكرا جزيلا. مضبوط، شكرا جزيلا. طبعا السلام عليكم. السلام عليكم. سريعة بس، طبعا نقطة كلش مهمة. نعم. احنا شيء مهم، التكنولوجيا طبعا بدأوا يشتروها والانفراستراكشر يشتروها الخليجيين بشكل فظيع وبدأوا بنوها. احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي شراكات. النقص اللي موجود بالميدل ايست هي بالمهارات. العراق لديه القدرة ببناء مهارات، صح، لبناء تطبيقات
وخوارزميات الذكاء الاصطناعي. لذلك ايش راح نسوي؟ تنسوي هاي مال المركز الوطني، المركز العربي للذكاء الاصطناعي، نريد نسوي شراكات ويا السعوديه، شراكات ويا الامارات، شراكات ويا الخليج. الجماعه ايش يسوون بصراحه؟ ولا يزعلون علي دول الخليج، يسوون يجيبون شنو؟ يجيبون يستوردون ناس من الخارج يعملون. احنا بالعراق بدينا هل تعلم انه كانت عندنا ديجري في 2002؟ هل تعلم ان العراقيين بالاي كيو مالتهم كلش عالي؟ لذلك احنا نجي الاي كيو لديهم القدره على، لذلك احنا كدوله العراق نهتم بالمهارات. اوكي، وبنفس الوقت استخدام هاي التكنولوجي من اجل صناعه التكنولوجي باستخدام التكنولوجي الموجوده عند اخواننا العرب. اوكي، الانفراستراكشر شيء مهم. بدا العراق بشيء بسيط اسمه المركز الوطني للبيانات، بدينا نجمع البيانات هناك. نعم، كل المحاولات بعدها محاولات بسيطه، ولكن الشيء نقدر نعمله بالوقت الحاضر هو انه نبدا باطفالنا. اذا بدينا اطفالنا نبدي هسه بدينا بمدارس نشتغل عليهم البروبلم سولفنج والثوره الصناعيه الرابعه، وطبعا والديجيتال ترانسفورميشن اللي حكى عليه دكتور مزهر شيء مهم جدا. اول شيء خلينا نسوي ديجيتال ترانسفورميشن للدوله العراقيه، وبعدين الاوت كم مالتها، المخرجات مالتها راح تصير مدخلات للذكاء الاصطناعي. ونعم انا ايدك، بس خلينا نهتم هسه بشنو؟ نهتم بالمهارات، لانه 80% من الاهتمامات مال العالم راح تكون بالمهارات. الاهم شيء هي مهارات تطوير هذا العالم الجديد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور ضياء. تكلم السلام عليكم. بس دقيقة والله رجاء، هسه أعطيكم المجال. القدرات بس أذكر مثال بسيط. يعني إحنا هذا العام من بداية السنة لحد الآن شاركنا بمسابقة هواوي اللي هي تركز على الاي اي والبيج داتا والماشين ليرنينج. حصلنا المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وقبل 3 أيام جوي من الصين حصلنا على المركز الثالث على مستوى العالم. يعني معناته عندنا قدرات وعندنا مؤهلات، بس يراد لها شوية قيادة توجهها. أترك المجال لشيروان. أستاذ شيروان، أستاذ شيروان عندك سؤال؟ قبل كان استاذ طارق. شكرا على مو هذه مشكلة، الفرصة. مو مشكلة. هسه أنا أمشي عفوا. بالتسلسل حسب اللي عندي. أستاذ شيروان. شكرا جزيلا دكتور مزهر، شكرا بروف ضياء، شكرا دكتور أستاذ شيروان. ميوتد، انت ميوتد. سوري دكتور ضياء. أستاذ شيروان. شكرا دكتور مزهر، شكرا دكتور ضياء، شكرا دكتور سولاف. فرصة من أثمن ما يكون. سؤال سريع: أين علم المنطق من هذا اللي يعني الاستراتيجي اللي دا تبنيها جنابك؟ أنت دا تقول افتهمت أني الديبسيك هو جزء من تحويل المنطق اللغوي إلى منطق تكنولوجي، وهذا هو أساس الكمبيوتر. يعني لوجيك جيت اللي هي الاند جيت، الاور جيت، الاكس اور، هي عبارة عن منطق لغوي تحول إلى دائرة إلكترونية بنت كمبيوترات عملاقة. فأني ما أدري، هل هو علم المنطق هو الأساس؟ هل يجب أن ندرس علم المنطق؟ هل يجب أن نبني شباب؟ لأنه البرومبت بالشات جي بي تي هو الأساس. أنت من تسأل سؤال بمنطق دقيق توصل النتائج باهرة. ما تسأل، ما تقدر تعرف تسأل. فهل العلم المنطق هو فد شيء أساسي، فد كور بهذا الاستراتيجية اللي دا تبنوها؟ رجاء. شكرا. طبعا السؤال دكتور مزهر، تاخذ السؤال جواب؟ تفضل دكتور، تفضل. طبعا استاذ شروان طبعا هو باي ذا واي هو اختصاص الرجل، هو بروجرامرز وبنفس الوقت يعرف الاستاتستيك والمنطق. نعم، المنطق شيء مهم جدا، بس المنطق ليس كافي. منطق وفلسفه وفلسفه وإضافة إلى هذا الشيء هو القصص، هاي الحكايات اللي موجودة اللي تربط الأشياء. شايف الحكايات اللي موجودة والفلسفة اللي تعلمناها من هذا الشيء. يعني لأن سنة الآلة يجب أن يكون هذا كله موجود. الشيء اللي صار بالمنطق، إذا شوف الشيء اللي جمع الذكاء الاصطناعي قبل من بدأ العالم، بدينا نفكر بالفلسفة وبعدين صارت علوم. بس ولكن إذا تنظر إلى الفلاسفة الموجودين، الإغريق
واذا تنظر الى الهنود، واذا تنظر الى المصريين، اذا تنظر الى التاريخ مالتنا الاسلامي، تلاحظ شخص واحد يفقه اشياء كثيره. الاساس مالته شنو هو؟ الاساس مالته الايماجينيشن، imagination. الشيء الثاني ربط تحويل الايماجينيشن الى شيء ملموس من طريق المنطق، الربط مالته. اللغه العربيه هي لغه حيه هندسيه تربط هذا الشيء، ولكن هي ليست كافيه. يمكن دكتوره سلاف عندها شيء روحاني بهذا الموضوع. دكتوره سلاف، حكينا بهذا الموضوع مو موجوده؟ ايه هياني هي هوني. موجودة. بروفيسور دي انت عندك يا لما كنت عم تحكي على الغباء الاصطناعي، وبعتقد في واحد من الاسئله كان عليه، فهو ما في علم مهم للاي اي اكثر من الثاني، كل العلوم مهمه واللينك بيناتهم. ما في يقول مثلا الفلسفه قويه والماث انه لا ما بيسوى. فبدك تحكي عن هاي الانجل، الغباء الاصطناعي. هو تكمله شيء يكمل الاخر. يعني شنو شيء يكمل الاخر؟ يعني اذا تنظر الطبيب الناجح، اذا المهندس الناجح هو المهندس اللي يعرف بالشعر ويعرف بالفن. سر نجاح شيء كبير اسمه الابل اللي موجود عندنا، والماك والويندوز. هاي الويندوز اللي طلع كيف طلع؟ لانه عندنا واحد اسمه ستيفن جوبز يحلم ان يحول الاله الى شيء جميل، فبدا سوى الويندوز، وسرقته مايكروسوفت طبعا، وبداوا يشتغلون. لذلك هذه كل العلوم مكمله الى بعض. تلاقي الطبيب الناجح تروح تحكي وياه، تلاقيه يفقه مثلا علاء بشير، الطبيب علاء بشير كان شنو؟ رجال بدون كلام آخرين. هو طبيب وبنفس الوقت فنان. امبارح رحت شفت طبعا نشتغل بالايمج بروسيسنج، وشفت واحد من طبيب الاسنان. من رحت شفت تيصنع ويسوي امبلانت، بس من رحت شفت شلون يصنع السن، لقيت الشخص اللي جالس تيصنع السن على السي ان سي ماشين كان هو هندي. تعرف ليش كان هندي؟ باوعد لانه احنا مع الاسف العراقيين عندنا we don't pay attention to details. فجايب واحد هندي. المنطق عندنا استاذ شروان هو شوف رادوا واحد حتى يسوي السن بشكل صحيح، يشتغل طبعا كلها اجهزه تشتغل، يعني واحده تشتغل لازم pay attention to details. فحقيقه جواب لسؤالك راح اقول لك جواب راح تتفاجئ. انا ما بعرف منو اهم من منو الحقيقه. هل هو خليط من العلوم والفلسفه والارث التاريخي؟ هل هو نعتمد على اللغه والمنطق؟ هل نعتمد على اللغه اللي نحولها الى شيء هندسي واللي هي linguistic engineering؟ هذا حقيقه سؤال صعب جدا، وانا حقيقه ما بعرف شنو جواب. It's a combination. من قبل الكورونا بسنتين طلع كتاب اسمه The Rise of Robots، وكتير قوي وحكى عن الروبوتات، فشرح الذكاء الاصطناعي قبل ما ينشهر هالقد. فشرح كيف للإنسان يصير ذكي، اللي هو مش شيء جديد. ولما حكى بروفيسور ضياء عن العرب وعن بغداد بالثورة الصناعية الصفرية المهملة، قبل حكاها موجودة للإنسان يعرف بمجال ما بحط حاله بهالمجال. للأسف العصر هلأ بشجع على الغباء. يعني بتلاقي مثلا إنسان صيدلي مثل ما أنا اختصاصي ما أنه مستعد يقرأ شيء برات الصيدلي، اللي هو غلط. فكل ما فهم العلوم من هيك طلعت اليوروبيان كوميشن بالفير داتا سيتس، اللي جزء منها الكرايتيريا انكلوسيفيتي، انه الداتا تكون كاملة، ما في شيء يبقى بمجال واحد وبينجح. فمن هيك للذكاء الاصطناعي نحن بحاجة للفيلوسفي، بحاجة للالجوريثمز، بحاجة لللوجيكس، بحاجة للفيزيكس، بحاجة للكيمستري، بحاجة للبيولوجي، بحاجة للجينيتكس، بحاجة لعلوم اللي هي أكتر أحسن. ومن هيك بنجي يعني عنا دين ممتاز، بس الناس شايفة قشوره مش قلبه. بيقولوا اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، ليترالي يعني الواحد لازم يموت هو بإيده كتاب. بس هون الخسارة اللي عنا، عم ننسى كل العلم، أو بنشوف متنبي اللي هو من أشعر الشعراء وخير جليس في الأنام كتابه، يعني في الأنام كل الناس الكتاب. فهيدي الأهمية اللي بتصير والمجتمع. ودكتورة سلاف بنفس الوقت احنا كبشر ايش قد ما نقرا
الذكاء الاصطناعي يقدر يستوعب كميات اكثر هائله جدا بسرعه اكثر. لأنه لذلك أسرع، بس مش مثل أسرع. العلماء اللي مرقوا بالتاريخ. يعني مثلا كنا نسمع عن علماء سوري حدا تنطوى له الأرض، هلا سوري عم بآمن أو لا، بس علماء موسوعة كنا نسمع. أو مثلا الشهيد الأول الحر العاملي ضوى جامع كله على شمعة، الشجرة الفرنساوية طفوا الشمعة ما عرفوا. يستخدموه هاي فيها هندسة، فيها فلسفة، فيها شعر. هيدي هي ممكن إنسان يوصل. جابر الذكاء رجاء الاصطناعي المايك كل أسرع. ساعة تفتحها رجاء، يعني خلي المايك مغلق. سوري ضياء. شكرا جزيلا. مش أنا. شكرا يعني. شكرا. ننتقل إلى إراكي أكاديميك، ما خال اسمه الشخص، تفضل. بداية طبعا أرحب بحضراتكم جميعا، وحقيقة بالغ الشكر لحضرتك دكتور مزهر، وللمبدع الرائع والبروفيسور ضياء الجميلي ومساعدته الدكتورة سلاف، عودونا دائما حقيقة على الإبداع والرقي في الطرح. احنا طبعا كشباب أكاديمي موجود هنا في المملكة المتحدة حقيقة حريصين جدا على متابعة هكذا نوع من المواضيع التي تطرح، مثل ما تفضل البروفيسور ضياء والدكتور سلاف أن الآن الذكاء الاصطناعي المفروض يكون في متناول الجميع. العراق والعرب بشكل عام كما تفضل البروفيسور ضياء كان دائما هو البادي لهكذا أمور. موضوع اللغة والبرامج اللغوية كلها كانت تقريبا بدأت من العراق. لهذا سؤالي لبروفيسور ضياء، طبعا مجددا كان هناك الحديث عن إقامة العديد من نوادي الذكاء الاصطناعي للشباب وتشجيعهم، وهذه خطوة مهمة ورائعة جدا حقيقة في العراق. لكن ما زال العراق يفتقر للعديد من الأمور. مثلا أين هي الجامعات العراقية من مراكز الذكاء الاصطناعي؟ المفروض بقامة وبدولة مثل العراق خلاقة دائما كانت في مجال العلم أن يكون في كل جامعة هناك مركز للذكاء الاصطناعي. فيا ترى أين هو العراق من كل هذا؟ كل التحية والتقدير للقائمين على هذا البرنامج الراقي وكل الجهود المبذولة. شكرا جزيلا. بوجود دكتور ضياء إن شاء الله يعني لا طبعا ننشئ مراكز. هاي شيء طبعا. الدكتورة طبعا هي دائما موجودة بكل مكان حقيقة، دائما طبعا دائما مشجعة للشباب. لديها مؤسسة جميلة جدا في إنجلترا للجيل الثاني والثالث من العراقيين، من طبيب إلى مهندس إلى هذه الحقيقة، وهي محتضنتهم رغم صغر سنها، محتضنتهم كأم روحية لهم وقائدة لهم حقيقة. أين، والسؤالها جميل، أين العراق والجامعات العراقية من هذه؟ أبشرك كل جامعة بالعراق الآن وخلال السنتين القادمة سيكون بها على الأقل قسم للذكاء الاصطناعي. اليوم كان عندي، أنا في بغداد اليوم، كان عندي لقاء ويا دكتور حقيقة بهاء أو بروفيسور بهاء رئيس جامعة بغداد. طبعا جامعة بغداد ستكون عندها كلية الذكاء الاصطناعي، كلية كاملة للذكاء الاصطناعي، وكلية أخرى للتميز والذكاء الاصطناعي. طبعا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي ومحتوياته، عندهم داتا سنتر، عندهم كومبيوتنج باور، بدأ يشتغل، لأنه دكتور بهاء حقيقة هو أصلا اختصاص ذكاء اصطناعي ومشتغل بوست دوك ومشتغل أستاذ في أمريكا وإجا. هاي وحدة. الجامعات الأهلية كلهم معظمها بدأ سبب ذكاء اصطناعي. هل تعلمين أنه العراق سنة 2002 كان عندنا قسم في الجامعة التكنولوجية اسمه قسم الذكاء الاصطناعي قبل أي قسم بأي دولة عربية؟ صح. عندنا الآن كل الأقسام اللي موجودة في الجامعة التكنولوجية قرر أن يكون له منهج ذكاء اصطناعي. هاي بالنسبة للجامعات. مراكز بحثية، بس حتكون مراكز بحثية حقيقية، وتنحاول هلا طبعا بالنسبة للبحث العلمي والنشر، العراق عالميا بدأ خلال السنتين الماضية، بدينا بهذه الحركة اللي صارت، بدأت كمية أنا قلت كمية، طبعا ما قلت نوعية، قلت كمية البحوث الذكاء الاصطناعي عالية جدا تطلع من العراق كلها سكوبس. النوعية بدينا نشتغل عليها. العراق آتي بإذن الله، هذا التوب داون الجامعات. طبعا نحتاج أكثر. عندنا طبعا تدرين أنت هلا أنت كنت جالسة الأسبوع الماضي وكان وكيل وزير التعليم العالي موجود، وعرفتي أنه الاستراتيجية مال العراق أنه
نحاول نستفيد من العراق، يستفيد من الخبرات اللي موجوده من اولاده وشبابه اللي موجودين برا في المهجر. لذلك يمكن انت جزء من الكفاءات، مجلس الكفاءات العراقي بالمهجر، واللي راح يعشق ويا الجامعات العراقيه. فهناك شيء كثير، ولكن لا يليق بالعراق. نحتاج اكثر ونحتاج اكثر ونحتاج اكثر. نتكلم عن اشياء ومهارات، نريد يصير منتورنج بين العراق وبرا، وبين العراق وما موجودين برا. ونعم نتكلم، واذا عندكم افكار دكتوره شو نسوي، نجي نتكلم بها ونحاول ندخلها مباشره للجامعات العراقيه. شكرا جزيلا. بس كل ممكن الشكر اضيف حضرتك دكتور. نقطة كل الشكر. بسيطة دكتور مزهر نعم. يعني عندنا بس اثنين اخرين، يعني اوكي دكتور، الوقت بس بده ياخذنا اضيف نقطة كلش مهمة الدكتور ضياء بالنسبة لاقسام الاي اي اللي ممكن ان تفتح بالكليات والجامعات. السلام انا عليكم. دقيقة رجاء دقيقة. رأيي انه يكون اي اي اند داتا ساينس، اي اي اند داتا ساينس. هسه يتفضل دكتور عبد الكريم الوزان. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأساتذة الأكفاء الذين بس المايك دكتور. دكتور شكرا نعم جزيلا. نعم. موضوع الذكاء الاصطناعي، نحن نعلم أن الذكاء الاصطناعي يحاكي السلوك البشري، ونعلم بالنتيجة الفرق ما بين أو التفاوت بين البشر والذكاء الاصطناعي تكون الأولوية للبشر في كل الأحوال. الذكاء الاصطناعي الآن أصبح علم خطير يتعلق بالأمن القومي. الذكاء الاصطناعي سبقتنا فيه أمريكا بالدرجة الأولى وبريطانيا، وهذا يقودنا إلى موضوع الأمن والأمن القومي. هل هناك حدود لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفق برنامج أو نظام من قبل دول كبرى؟ بمعنى آخر، مثلا نلاحظ أنهم محددين التخصيب، نسبة التخصيب لإيران. الذكاء الاصطناعي هل فيه تقنية معينة تحدد من قبل دولة معينة حتى لا يساء الاستخدام لأغراض الأمن القومي؟ وشكرا. شكرا جزيلا. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، بس دقيقة خلينا نكمل السؤال. تمام. اعتقد هي كل دولة تخلي القوانين والأنظمة والانفراستراكشر بشكل كامل الخاص بها. ما ادري دكتور ضياء، اعتقد هو على اطلاع بالموضوع اكثر، يعني ما اعرف بالنسبة للعراق هل احنا نتكلم مو بس العراق، تنسوي العراق يريد يبني استراتيجيه. العراق كنموذج. الاقتراح انه استراتيجيه تكون ايجايل، بحيث نشوف ابو التعليم شو يحتاج، ابو الزراعه هذا. بس السؤال كلش مهم اللي نسأله بالوقت الحاضر. احنا نتوقع طبعا قبل سنتين بالضبط، شهر 11 من مو العام الماضي اللي قبله، كانت في شيء حدث شيء مهم بانجلترا للعالم كله. سووا سمت كبير وعلى اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي شيء خطر جدا جدا جدا، يعني هذا الديب فيك والاشياء اللي موجوده كلش خطره. الشيء الحقيقه اللي نعرفها احنا انه خلال السنوات القريبه الاتيه سيكون هناك شيء اسمه الوكاله الدوليه للذكاء الاصطناعي تتحكم بالذكاء الاصطناعي. الشيء الاكبر يعني هذا الشيء كبير جدا. انت اكو فد شغله مهمه، اذا تنظر من منظار القباحه الذكاء الاصطناعي قبيح جدا جدا. يعني استخدم الذكاء الاصطناعي بشكل قبيح في حروب قريبه جدا من قسم من اهالينا، وتعرفون شلون استخدم من قبل ما يسمى بدوله اسرائيل. حقيقه كانت في شيء يعني مرعب يعني زين، ولكن ولذلك هناك شيء مظلم. الشيء المظلم الثاني يستخدم هذا الديب فيك بانه ياخذك انت ايش قد ما يصير عندك راح يجي يوم في الايام احنا كاشخاص ما تحط صورتك ولا تحط صوتك بالميديا، لانه من تحطها يقدر اي واحد يقلدها. وهسه انا اقدر اخذ صوتك
وابدي اسوي افلام عنك انت ما تعرفها، يعني مش عاملها. فهذا شيء خطير جدا. لذلك الخصوصيه، طبعا واحد كتب اكو تعليقين قراتهم. التعليق الاول هو الخصوصيه. العرب عندهم خصوصيه بالشعر، خصوصيه بالفن، خصوصيه بالذوق، خصوصيه باللبس. انا من اقول العرب قصدي الناس الشرقيين، احنا الشرقيين، ما راح اقول كلمه عرب لانه عيب، احنا الناس الشرقيين لانه احنا عرب وتركمان واحتمال كراد يعني احنا فسيفساء كبيره بالعراق. احنا كشعب عراقي، وهذا الشيء الجميل اللي نملكه، انه كيف نقدر نستخدمه يكون شيء خاص بنا، شيء خاص بنا بالذكاء الصناعي. هاي واحده. الشيء الثاني، انا قرأت ملحوظه حلوه جميله، يقول هذا شيء انشائي. انا متى احتمال شيء انشائي، انا متى احكي كمستشار رئيس وزراء، انا احكي كضياء هو يحب العراق ويشتغل كبروفيسور في احد الجامعات. احنا تنشتغل ويا الباحثين العراقيين مباشره. الشيء تنسويه شيء تنحاول طبعا الشيء الجميل بالذكاء الاصطناعي والثوره الصناعيه الرابعه انه الكل باديه مع بعض. الشيء الاحلى من عنده انه الاي كيو مال العراقيين اعلى من الاي كيو مال الامريكان. ليش؟ احنا خلقنا فيس، لانه احنا مختلفين، الاي كيو مالتنا عالي، بس ناخذ الموهوبين ونبدي نسقلهم. اريد بس اريد احكي لكم شويه عن بغداد وماذا يحدث في بغداد. اكو جروبس بسيطه يجمعون الشباب الاذكياء. مثلا عندنا IoT كيد تابعه لمجموعه صغيره مهندسين اثنين مسويها بالصناعه، فيجمعون حوالي 100 واحد ويدربوهم ويشتغلون على طبعا على تطوير الانظمه، على تطوير الانظمه، على الروبوتات، على احنا طبعا يقولون ذكاء اصطناعي، مو ذكاء اصطناعي بس ما يخالف، انا راضي خلي هسه يبدون. فبداوا اللي حكوا بي من يروحون العراقيين الشباب يروحون برا خارج العراق. رحنا لقطر جابوا جائزه، رحنا بمكان تجيبون جوائز وجوائز قيمه، وخاصه بالمنطق اللي حكى به دكتور شيروان، وخاصه بالمنطق، خاصه بالاشياء الاخرى اللي هي تابعه على problem solving and innovation. احنا ما تنحكي انشائيات، احنا تحكي بناء شيء كبير للعراق من خلال هاي هذه الشغله التعريفيه نتكلم عليها، والنقاش اللي بيناتنا هو شيء بدينا نحضر. شيء اخر نحتاج نتكلم مع المعلمين يجب ان نبدا نتكلم انه المعلم يبدي يتعلم الكمبيوتر اول شيء. طبعا باي ذا واي، طبعا احنا تنسى ترى العراق مر بفترات يعني خياليه، عندنا كانت حروب، وعندنا بلوكيد، وعندنا ارهاب، وعندنا لازم نبدي قبل الذكاء الاصطناعي، نبدي مرحله اليوم انا حكيت عنها ويا واحد من اصدقائي. العالم كله بنهايه التسعينات وبدايه الالفينيات، تتذكر دكتور مزهر بدينا نحكي عن الاي سي دي ال، نعم، انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس، يتعلمون. عندنا هلا معلمين ما يعرفون يستخدمون الكمبيوتر، صح، ما يعرفون يستخدمون الكمبيوتر. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور. دقيقة يعني اعطوني مجال شويه وقت، بس دقيقة رجاء، دقيقة. يلا انا خلصت كمل دكتور ضياء. بالحقيقة احنا هسه بجامعتنا بدنا نسوي دورات باتجاه التكنولوجيا والذكاء للمدارس، بدنا نروح عندهم. على كل السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. أنا ملاحظة عندي رجاء بلا زحمة أن تسمعوه. أولا الذكاء الصناعي هو سلاح ذو حدين، فيه الإيجابيات والسلبيات. كلما تطورت، إذا تسمح لي دكتور، كلما تطورت المهارات كثير يريد يطلعون. نعم طبعا، كل ما تطورت المهارات الذاتية والشخصية في الاتجاه الإيجابي ستكون هناك طفرة نوعية للذكاء الصناعي بجميع المفاصل. وأول مرحلة مثل ما تفضل الدكتور بأن يكون المعلم. أنت إذا تريد أن تبني دولة ابدأ بالمعلم. هناك عدة أمور، والبحوث العلمية يجب أن يكون الاتجاه إلى الذكاء الصناعي، وبالأخص التي تخص في تماس مع الإنسان. حقيقة أنا اختصاص التربية الرياضية، وبدأنا الحمد لله والشكر بالذكاء الاصطناعي، وكانت هناك طفرة نوعية بالتقدم للمهارات. فهذه المهارات ليست فقط للجهاز، وإنما يجب أن تخص الإنسان أيضا بالاتجاه الإيجابي.
وكلما كانت هناك يعني تحذيرات بالنسبة للمخاطر أن نبديها مع الأطفال، نبدي مع الأطفال والسن الذي يتمكن من استخدام الكمبيوتر، ستكون هناك حماية ذاتية ننشأها مع النشء الجديد. وشكرا جزيلا شكرا للدكتور جزيلا، ضياء. شكرا دكتورة. الآن السلام عليكم. السلام عليكم. بس اسمح لي دقيقة رجاء، مو واحد يا اخي كل ما اطلب الكلام تقول لي يا أخي مو يعني هيك، ما أعرف غير شنو. ترفع ايدك لحتى دكتور نشوف. دكتور مزهر رفعت دكتور ايدي مزهر اكثر من 6 مرات. الله يحفظك. تفضل تفضل دكتور قيس. احنا يعني انا اشكركم على هذه المحاضره القيمه، ولكن حتى ما اخذ من الوقت أنا أريد يعني أسأل بسؤال بطريقة المعارضة لهذا الأمر. يعني هو الذكاء الاصطناعي الآن هو الأهمية كبيرة جدا، ولكن بعد 5 سنوات إلى 10 سنوات ما تعتقدون أنه هذا الموضوع سيكون عبارة عن منظومة معتمدة لسرقة المعلومات وتستخدم ضدك أو لك في نفس الوقت؟ يعني هذا الموضوع يجب أن يعني هو يجمع داتا معلومات. اكو الان كثير، هو حقيقه في مقاومه للتغيير، لكنه في ناس تقول انه الذكاء مو كلامي، الذكاء الصناعي هو كذبه، لانه هناك ثقب اسود موجود يستخدم المعلومات ياخذها من الادمغه، والذكاء لا يفكر نيابه عنك، ومن هذه الامور. كيف نحمي انفسنا من ان تكون الذكاء الاصطناعي عباره عن يعني جانب تجسسي ويستخدم ضدك؟ أقصد ضدي كشخص أو كمؤسسة أو كأي جانب آخر. بس هذا سؤالي، الله يحفظكم، شكرا جزيلا. طبعا سؤال قيم جدا. نعم سيستخدم ضدك. أنا أقول لك بصراحة، أنا عندي واحد من الناس اللي أعرفه في بريطانيا غني جدا جدا غني، يعني والشغل مالته ليش أعرفه؟ لأنه هو أشتغل وياه، كنا بالجامعات من سنة 2000. اكو شغله اسمها الدوت كوم اجتي، كان يشتغل بها. هذا الشخص حتى يخاف على اهله ويخاف انه ما يكونون تارجتد، يعني ما يكونوا من قبل، مشغل واحد يعطيه $5000 بالشهر، شغلته اي شيء عنه او عن اهله ما يخلي الانترنت يطلعها عن شركاته، ما يربط بين نفسه وشركاته. فسالته لماذا؟ قال انا ما اريد اصير شخصيه بحيث الناس تعرف عني ويبدي يستخدموه ضدي. نعم سلاح مثل ما قالت الدكتورة التربوية أو التربية الرياضية، سلاح ذو حدين. شوف أنت حكيته تقدر تستخدم ضدك، أقدر أسوي ابتزاز به وأقدر أسوي بس بنفس الوقت راح أحكي لك الشيء المفرع. مثل الطفل، شوف مثل الطفل أنت تربيه، إذا تربيه تربية بحيث توجهه يكون صالح أو طالح. نفس الشيء بالنسبة للذكاء الاصطناعي، هي ليست أكذوبة، هي حقيقة. وباي ذا واي أعيدها مرة ثانية، الذكاء الاصطناعي هو مجرد تريد مارك، علامة تجارية لعالم جديد اسمه عالم الثورة الصناعية الرابعة. بعد 3 سنوات أو 2.5 سنين راح يدعيني دكتور مزهر أحكي عن البلوك تشين وتأثيره بالحياة، مش الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين. بعدين نحن نحكي على السنسر، بعدين نحن نحكي عن الروبوت، بعدين نحكي على الديتا ساين. هسه ايش قال دكتور؟ شوف الدكتور ايش قال المفروض نسوي ذكاء اصطناعي وديتا ساينس ديبارتمنت. ناس المهندسين، لانه هو شنو؟ هو ديتا ساينتست. المهندس شو يقول لك؟ يقول لك لا اسوي ذكاء اصطناعي وروبوتس. شخص اخر الكترونكس يقول لي يقول لا ذكاء اصطناعي وشنو؟ ديتا انجينيرنج. شخص رابع شو يقول لي؟ يقول لي لا ذكاء اصطناعي وشنو وياه؟ بلوك تشين او سنسر. هاي كل واحد بالاختصاص مالته، ولكن كلها محتاجيه. صح. طبعا نرجع على النقطه الرئيسيه مالتك. بنفس الوقت اني اذا اجمع معلومات عن شخص معين، مو اجمع يعني انت تعايش وياه، من يصير عندك الزهايمر بالمستقبل انا اقدر اخفف من الالزهايمر من خلال المعلومات اللي جمعتها عنك، بحيث اذا تنظر علي وتقول انا شايف هذا الشخص، ايش راح يصير عندك؟ يصير ديجيتال ميموري تو سبورت هيومن ميموري. يقول لك اوف هذا ضياء انت شفته اونلاين قبل هيك، يعطيك المعلومه هذه. ما راح تشافيك من الالزهايمر، ولكن تحد من السرعه مجيء الالزهايمر على البشر، وتنستخدمها الوقت الحاضر. وكل ما كانت معلومات اكثر كل ما يكون افضل. لذلك سلاح ذو حدين نستطيع ان نستخدمه بشكل خيالي في سبيل خدمتنا احنا كبشر. وراح اقول لك نقطه مهمه بالكوفيد 19،
الكوفيد 19 واحده من المآسي مالته قتلت بشر كثيره، بس من محاسنها انه هسه هاي التكنولوجيا اللي نشتغل بها هي وليده الكوفيد. شغله ثانيه، شوف راح احكي الديتا ساينس اللي حكينا به دكتور مزهر. بالكوفيد، من جان الكوفيد اللي صار شنو؟ ناس مختلفين، اعمار مختلفه، اجناس مختلفه، زين، طبعا نساء ورجال، اطفال وشياب، عندهم سيمتومز، اعراض مختلفه لنفس المرض. البشر لم يستطع ان يحدد هذا الشيء. الباتن المشين، الذكاء الاصطناعي قدر يحدده. وباي ذا واي احنا داخلين راح يصير الذكاء الاصطناعي، انا راح اقول لكم اياها، الذكاء الاصطناعي راح يغلب الذكاء البشري قريبا. انا اعرف هالشيء هذا، واي واحد يقول لي لا انا ما عندي بروف. 2030 مو هسه. دكتور، المتحدث الأخير انجينيرينج أزهار القيسية أعتقد. تفضلي. شكرا للقائمين على هذه الندوة، شكرا للمتحدثين بالمعلومات القيمة. في الحقيقة في يومنا هذا هنالك أزمات وكوارث كثيرة، ليس على مستوى العراق فقط وإنما على مستوى العالم كله. فهنالك الحرائق والكوارث البيئية وغيرها وغيرها من المخاطر التي تهدد الأصول وتهدد الممتلكات. كيف نستطيع أن نحمي هذه الأصول وهذه الممتلكات من خلال، يعني عندنا في الهندسة المدنية هي إدارة المخاطر. كيف نستطيع أن نربط منظومة إدارة المخاطر مع التحول الرقمي والرقمنة وربطها بالمنظومات اللي هي خلينا نقول منظومات الدفاع المدني، منظومات الإطفاء، إطفاء الحرائق، الإسعافات، المستشفيات، من أجل كسب الوقت لتأمين سلامة الأشخاص والإخلاء السريع لهم ولأجل حماية الممتلكات. فهل هنالك خطوات على الطريق في العراق؟ مثلا في يومنا هذا هنالك حرائق جدا كبيرة تحصل في بغداد والمحافظات. فهل هنالك خطة في العراق على مستوى الذكاء الاصطناعي لربط المرافق المهمة الحيوية؟ لدينا موانئ، لدينا محطات قطارات، لدينا ملاحة بحرية، لدينا ملاحة جوية، لربطها بمراكز الإنقاذ لكي نكسب الوقت. وشكرا. دكتور ضياء المايك مالتك دكتور. اي سؤال كلش وجيه. طبعا تدري اكو شغله مهمه جدا، انه هي التثقيف للاشياء الموجوده. بس انت حكيتي على شيء مهم، راح ادخلك بشيء اهم من عنده، وهو المياه. مياه العراق، مياه دجله والفرات، كيف الحفاظ؟ اول شيء خلينا نحافظ على البيئه مالتنا، وبعدين اهم شيء راح نفقد دجله والفرات بسبب اشياء مختلفه. اول شغله هي التغييرات اللي صارت بالكره الارضيه. درجه الحراره بالعراق بدات ازدادت. اكثر 5 دول بالعالم تاثرت بقله وشحه المياه هو العراق. الان هذه طبعا اللي الناس اللي كتب كتابه انه هاي شغله انشائيه، بس اقول لكم بالعراق شو نسوي. هناك الان بروجكت ادرج في الدوله العراقيه عن طريق وزاره من رئاسه الوزراء الى وزاره، وهي وزاره الموارد المائيه ومع وزاره التخطيط ووزاره التعليم العالي، انشاء سداد ذكيه على طول دجله والفرات، وسده ذكيه عملاقه شبيهه بالسده اللي موجوده في انجلترا، يسموها لندن بارير. شوفوها، اللي هي حافظت على لندن من مدو الجزر، وتحويل دجله والفرات الى خزانات، وتحويل شط العرب الى خزان، ومراقبه صلاحيه المياه، مراقبه التلوث الموجود من المياه من خلال سنسر مربوطه بدائره كامله تعطينا الاماكن اللي نسيطر عليها من خلال الكوارث اللي تصير بالماء اللي تصير، وتحويل المياه الى مياه آسنه من خلال بغداد. كل ماء بغداد الآسن ينزل في دجله وتأثر على دجله. هاي وحده. فهذا شيء راح تشوفوه، شيء يعني شيء امامنا راح نشوفه بحيث نحول. هاي وحده. الشغله الثانيه طبعا دول العالم، انت قلتي دول العالم عندهم هذا الشيء، يعني انا مثلا
اعرف جامعه مالتي اللي موجوده في بريطانيا مرتبطه مباشره ويا من؟ ويا الحريق، فمن يصير يدق مكان معين يصير الربط كامل. ما موجود بالعراق هذا الوقت الحاضر، بس هذا مش ذكاء اصطناعي، هذا اوتوميشن. الذكاء الاصطناعي بالدق، بس شنو نستخدمه بالعراق الذكاء الاصطناعي؟ نستخدمه في معرفه اذا هناك امطار ما امطار، وهي طبعا صار لنا كثير نستخدمه، وجماعه الدكتور مسر طوروا اشياء بالاستاتستيك كثيره. لا يوجد شيء بهذا الشيء بالوقت الحاضر، ولكن الان جامعه بغداد تنشئ طبعا اكملت 80 الى 85% من البنايه اللي تابعه لكليه الذكاء الاصطناعي. هاي كليه الذكاء الاصطناعي كليه راح تكون ذكيه بكل معناها، ولكن لم افكر بموضوع الحرائق وموضوع الاشياء اللي لازم نعرفها، لذلك راح اتكلم مع الجامعه واشوف اذا نربط هذه مع الحرائق. انا بصراحه تكلمت على السكيورتي، بس الحرائق هاي لم اتكلم عنها، لذلك سوف نحاول ان نضع هاي من ضمن الخطه. شكرا جزيلا على السؤال المهم، ربي يحفظكم. شكرا جزيلا دكتور ضياء، شكرا جزيلا يعني اللي شاركوا. أترك الحديث إلى دكتور غازي الأمين العام للاتحاد إذا عنده أي تعليق قبل أن ننهي الجلسة. شكرا جزيلا دكتور مزهر. يعني بس أنا أحب بالنهاية أن أشكر جامعة التنمية البشرية والأخوان في المنتدى العراقي على هذا التعاون اللي صار بين هذه الجامعة والمنتدى واتحاد الإحصائيين العرب، وباسم اتحاد الإحصائيين العرب ومجلس إدارته شكرا جزيلا إلى البروفيسور دكتور ضياء والدكتور مزهر والدكتور السولاف. أنا أعتقد بس ملاحظة أخيرة، أنا أعتقد إذا من خلال هذا الحديث كله نحتاج بالفترة المقبلة أن نقيم جلسة حوارية مخصصة لسلبيات الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع أن نصل إلى نقطة مهمة في فهم ما هي السلبيات وكيف تجاوزها. وأشكركم جدا وبارك الله. خلي نروح أول الإيجابيات حتى الناس يتقبلوه، بعدين نروح السلبيات. ما هو الدكتور مزر اللي دا لحظة أنه التخوف كبير من قبل العديد من الإخوان والزملاء في موضوع الآن البيانات هي أهم شيء في الحياة. البيانات والتكنولوجيا هي توصلنا إلى تطور في الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار من قبل الآلة وليس من قبل الإنسان. فإحنا ولهذا أعتقد نحتاج إلى تبيان سلبيات هذا الموضوع حتى نستطيع أن نتجاوزها. أنا أشكركم جدا وبارك الله بكم جميعا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لجميع الحضور. أستاذ دكتور أقدر أقترح، ممكن أقترح شغلة معينة. تفضل دكتور. إذا أمكن بالمستقبل نحتاج ناس اللي هم مش فقط مهندسين وأطباء وعلوم، نريد العلوم الإنسانية، نحتاج أهل اللغة، نحتاج الشعراء، نحتاج الناس اللي يعملون بالفلسفة وبالمنطق. حقيقة هذا شيء جدا مهم. الحقيقة الآن خرج الذكاء الاصطناعي والعالم الثورة الصناعية الرابعة من العلم ومن الهندسة، اتجه باتجاه الأخلاقيات، الفلسفة، القانون. نحتاج أهل القانون الحقيقة، نحتاج أهل الأخلاق، نحتاج جماعة العلم النفس. هاي كلها نحتاجها، لأنه هذول شيء مهم لأنسنة الآلة. احنا نسوي أنسنة للآلة بس ما نسوي بها أخلاقيات. لذلك أنا يعني حقيقة أريد تكون شيء أوسع بالهذه. ونعم لا بأس، خلي نبدأ بالسلبيات ومن خلال السلبيات نحط الإيجابيات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور ضياء الجميلي، شكرا جزيلا دكتورة سولاف. الحضور الكريم، يعني نطمح في لقاءات أخرى مع أستاذنا الدكتور ضياء الجميلي، وشكرا جزيلا للجميع. إن شاء الله المحاضرة يعني تسجلت، وإذا نعلنها على موقع الجامعة أو أي موقع الاتحاد، والكل ممكن أن يتابعها. شكرا جزيلا. شكرا. جود نايت، مع السلامة، تصبحون على خير. مع السلامة. مع السلامة. شكرا.